مساء الخير، أنا هنار معروف، زمالة قادة العراق في الدفعة الثانية لسنة 2018-2019، والآن طالبة دكتوراه في السياسة والعلاقات الخارجية. اسمحوا لي بالبداية أعتذر أنه شوية تأخرنا، كان خلل تكنيكي. واسمحوا لي أن أرحب بجميع شبكة زمالة قادة العراق اللي معانا اليوم عبر الإنترنت. ويشرفني أن أسير الجلسة مع الأستاذ القدير الغني عن التعريف الدكتور عباس كاظم، مدير برنامج العراق في الأتلانتيك كونسل، ومتخصص في الشؤون العراقية والخبير في السياسة الدولية ومؤلف كتاب استعادة العراق ثورة العشرين وتأسيس الدولة الحديثة. أهلا دكتور. أهلا، شكرا جزيلا. نتمنى أن تكون الجلسة جلسة ودية مع الجميع، وجلستنا الحوارية اليوم تحت عنوان 100 عام على بناء الدولة، كيف تطورت القيادة في العراق بين 1921 و 2020. اسمحوا لي قبل ما نبدي بحوارنا اليوم أن أعطي نبذة مختصرة عن زمالة قادة العراق المدعومة من قبل كونراد أدينوير ودي تي انستيتيوت وآيرس في الجامعة الأمريكية في السليمانية. البرنامج يساعد الجيل القادم من قادة العراق على تطوير المهارات التي يحتاجونها لبناء حركات اجتماعية وسياسية مستدامة وتحويلية. تجمع الزمالة النشطاء الشباب من جميع أنحاء العراق يتعارفوا ويكونوا في 3 دورات تدريبية على مدار العام. فشكرا على الفرصة التي تمنحوها للخريجين والزمالة الحديثين أن يكونوا في اجتماعات مشوقة مع خبراء في المجال السياسي والاجتماعي. جدا مهم بالنسبة لنا أنه نتعرف على سيستم الآب اللي نستخدمه اليوم واللي هو زوم. فإذا حبيتوا بعد ما الأستاذ دكتور عباس كاظم يبدي بالنقاش لمدة نص ساعة إلى 40 دقيقة، إذا كان عندكم أي سؤال وراها ناخذ الأسئلة والأجوبة، فأكو آيكون جوا Q&A. إذا كان عندكم أي سؤال هناك كتبوا السؤال، وإن شاء الله إذا الوقت سمح لنا نجاوب على جميع الأسئلة. وإذا حبيتوا إنه السؤال يكون سؤال صوتي، اكو ايكون همينه انه ترفعون ايدكم، فاني راح اشوفه، وان شاء الله اذا الوقت سمح لنا نقدر ناخذ الاسئله الصوتيه همينه، واذا كان عندكم اي مداخله. بس مثل ما ذكرت، بعد ما الاستاذ دكتور عباس كاظم ينهي حواره ومناقشته بعد نص ساعه الى 40 دقيقه، راح نبدي بالحوار وأحول الكلام إلى الدكتور عباس كاظم، حيث راح يدور حوار المشوق حول تطوير القيادة بالعراق. تفضل دكتور. شكرا جزيلا، مساء الخير جميعا. توجه بشكر خاص للأستاذة القديرة العزيزة هنار معروف. يسعدنا جدا أنه تكون مديرة الجلسة، وأيضا يسعدنا أن تكون تنضم مؤخرا إلى المجلس الأطلسي كزميلة. فأهلا وسهلا بك. أيضا شكر جزيل للأخ الأستاذ عدنان جعفر على الاستضافة وللبرنامج. شكرا على الجهد الذي يبذل. هذا برنامج مهم جدا، لأنه العراق في حاجة إلى قيادات شابة مؤهلة تستطيع أن تحمل الشعلة للمستقبل. إن شاء الله نتمنى للجميع التوفيق، سواء كان في مشاريعهم القيادية أو في حياتهم العملية والخاصة. سأبدأ مباشرة بالحديث، وأحاول ألا أطيل، فقط لإتاحة فرصة أكبر للأسئلة. الكلام هنا عن تأسيس الدولة الحديثة أو المقارنة بين عهدين، بين العراق في عشرينيات القرن الماضي والعراق في بدايات هذا القرن وحتى وقتنا الحالي. موضوع المقارنة سيكون في جانب القيادات، إعداد القيادات، أنواع القيادات الموجودة، وكيفية سلوك القيادات في مواقعها القيادية، وهذا هو أيضا الموضوع الهام. لن أتكلم عن أمور القيادة، شروط القيادة، مؤهلات القيادة، أنواع القادة. هذه أمور أتوقع أنكم قد درستموها في البرنامج وبشكل واف، وأيضا قرأتم عنها كثيرا. إذن سأتكلم في الجوانب التي تحدثت فيها قبل قليل. لكن لابد من ربما بعض السياق التاريخي لما ما نعرف عن العراق. أنا أتكلم مع عراقيين، فالجميع يعلم بأنه العراق هو في بداية تأسيسه كدولة حديثة خرج من
احتلال عثماني كان جزءا من الدولة العثمانية، ثم احتلال بريطاني، يعني احتلال أنهي باحتلال آخر، ثم تطورت الدولة من رحم الاحتلال البريطاني. الاحتلال العثماني بدأ منذ العام 1638 أو 39. كانت معاهدة شهيرة باسم معاهدة زهاب أو معاهدة قصر شيرين بين الدولة الصفوية في ذلك الوقت والدولة العثمانية. قبل هذا كان نوع من التبادل بين الدولتين. بدأت باحتلال الصفويين لبغداد في العام 1508، وثم استعيدت العراق أو بغداد من قبل، كان المحتل الأول هو إسماعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية، ثم استعيدت بعد ذلك من قبل سليمان القانوني. لأول مرة تحتل العراق عثمانيا كانت من قبل سليمان القانوني. سليم الأول والد سليمان احتل بلاد الشام ومصر، ولكنه لم يحتل العراق. سليمان كان احتلاله للعراق ردا على الاحتلال الصفوي وعلى المجازر التي أجراها في بغداد بين أهل السنة العراقيين. أيضا بعد دخول سليمان القانوني تحولت الأمور إلى مجازر ضد الشيعة العراقيين، ثم بقي العراق عثمانيا إلى أن جاء الصفوي مرة ثانية، شاه عباس الصفوي، واحتل بغداد، وأيضا ارتكب مجازر في بغداد على أهل السنة. ثم عاد بعده مراد الرابع ليحتل العراق ثانية ويرتكب مجازر أخرى. ففكرة هذا الاحتلال الصفوي العثماني بين 1508 و 1606 إلى 37 38 حسمت الأمور للعثمانيين. العراقيون كانوا في أشبه يعني الضحية للدولتين العظيمتين في وقتهما، العثمانية والصفوية، كلاهما دولة عظمى. العراقي كان ينتظر من يأتي ويذبحه. إذا كان سنيا ينتظر الصفويين ليحتلوا العراق ويذبحون العراقيين أو يذبحوا العراقيين، ثم إذا كان شيعيا كان ينتظر بالمقابل متى سيأتي العثماني ليذبح الشيعة، وهكذا كانت الأمور إلى أن انتهى الأمر بمعاهدة قصر شيرين كما قلت، وهي معاهدة أنهت أو حسمت موضوع تبعية العراق إلى الدولة العثمانية. الصفويون وافقوا على أن يكون العراق عثمانيا. إذا نتكلم بين 1508 إلى 1638، يعني بحدود 130 عاما من هذا الصراع الصفوي العثماني الذي كان ضحيته غالبا كما قلت العراقيون أنفسهم. يعني حينما أتكلم عن مذابح أتكلم مثلا مراد الرابع ذبح ما يعادل 50,000 عراقيا. حينما أتكلم عن مذابح الشاه عباس الصفوي من الجانب، كانت المذابح أيضا إلى درجة أنه لم يكد يتبقى أحد في بغداد، يعني كانت مذابح من دون رحمة، نقدر نستطيع أن نسميها جنوسايد، يعني عبادة، ليست مسألة مذبحة صغيرة هنا أو هناك، يعني كانوا يأخذون هذه الأمور بجدية في وقتها. كما قلت 1639 معاهدة قصر شيرين كانت شروطها الآتية. لماذا أنا أركز عليها؟ لأنها هي في الحقيقة الواقع الذي نعيشه اليوم، هي ما تركته تلك المعاهدة. أنه العراق يبقى عثمانيا مع وعد من الصفويين أن لا يحاولوا احتلال العراق، وأن بالمقابل الصفويون في إيران لهم الحق في زيارة العتبات المقدسة في النجف وكربلاء، لهم الحق في دفن جنائزهم في النجف، وأن يعتبر شيعة العراق رعايا الصفويين. لذلك حينما تسمع كثيرا في الدول العربية حينما يتكلمون عن الشيعة العراقي يقولون هذا صفوي، منها بغض النظر على أن العراقيين هم عرب كانوا ولا يزالون هم أغلبيتهم عرب، ولا علاقة لهم حتى بهذه الاتفاقية، لم يسألوا، لم يستفتوا
دولتان عظميان جلسا على طاولة وقرروا مصير العراقيين. فأصبح العراقي الشيعي مواطنا صفويا في الدولة العثمانية، والعراقي السني عثمانيا، واستمرت الأمور هكذا لمدة 3 قرون تقريبا أو أقل بقليل، من يعني من 1600 يعني تقريبا 4 قرون تقريبا بهذا الحدود، 1639 إلى 1918. الذي حدث هو أنه بسبب هذا التنوع التبعي في داخل العراق أصبحت المسألة قانونية، أنه صفة العراقي كعراقي في بلده إما أن يكون عثمانيا، وبمعنى أن يكون عثمانيا يعني أنه سيجند إلى لجيوش الدولة العثمانية ويقاتل في أوروبا، من حقه أن يدخل في الكليات العسكرية في المدارس العثمانية مدارس الدولة. أما الشيعي فهو صفوي فيترك خارج هذه العملية لأنه يعامل كأجنبي في داخل العراق، لذلك لم تجند لهم الدولة العثمانية، ولكن بالمقابل لم تسمح لهم في الدخول في وظائف الدولة، ولم تسمح لهم في الدخول في السلك العسكري. إذن هذه هي حقيقة الوضع العراقي. حينما جاء البريطانيون وجدوا هذه الواقع القانوني، تعاملوا مع العراقيين بهذه الطريقة. لذلك كان حينما تقرؤون في الأدبيات أو كتابات الاحتلال البريطاني للعراق تجدون أنه حينما يتكلمون عن الفرس في العراق يقصدون الشيعة Persians. الآن هذا كان الوضع في القانوني في بدايات القرن السابع عشر 1639. حدث موضوع آخر، أن كثيرا من السنة العراقيين تحولوا إلى التشيع في القرن الثامن عشر والتاسع عشر. هؤلاء أصبحوا شيعة عثمانيين باعتبار أنهم كانوا سنة ولديهم وثائق عثمانيين. فحينما أصبح شيعيا صار، لذلك أصبح لدينا جزء من الشيعة هم عثمانيون وجزء من الشيعة هم صفويون. الدولة الصفوية انتهت في القرن الثامن عشر حوالي 1775. الشيعة العراقيون من تبعية صفوية ورثتهم الدولة القاجارية التي استمرت حتى 1925، ثم ورثتهم بعد ذلك إيران بهذه الطريقة. الموضوع المهم هنا موضوع لا يهمني المسألة الطائفية، طبعا هناك مسألة كبيرة جدا لمن يريد أن يدرس في الطائفية ويبحث في الجانب الطائفي من تبعات هذه المعاهدة، ولكن الجانب القانوني وكيف أصبحت القيادة في العراق، من له القيادة ومن يستطيع أن يدخل في سلك الدولة، تكون له التجربة بالقيادة، تكون له القدرة على أن تكون لديه وظائف. لذلك حينما جاء البريطانيون حاولوا إيجاد نوع من القيادة العراقية لكي تسلم لهم هذه الدولة. طبعا وضع العراق تحت الدولة العثمانية، الدولة العثمانية كانت دولة متخلفة جدا، كانت قوية عسكريا إلى درجة ما في مراحل ثم ضعفت عسكريا، ولكن في الجانب الإداري في الجانب العلمي هذه لم تكن دولة مهتمة لا بالعلوم ولا بالثقافة ولا بأي شيء. حين دخل البريطانيون إلى العراق كان عدد العراقيين أو نسبة العراقيين الذين يقرؤون ويكتبون، لا أقول مثقفين ولكن يقرأ ويكتب، أقل من 5% في بغداد يستطيع أن يقرأ ويكتب. بهذا المعنى كانت هنالك مدارس. العثمانيون فتحوا مدارس معينة في القرن الربع الأخير من القرن التاسع عشر، خصوصا مع مدحت باشا. مدحت باشا حينما نتكلم عن إصلاحاته فتح مدرستين فقط، ما يسمى بالمدرسة الرشدية في بغداد. مدرسة الرشدية يعني الدراسة المتوسطة، واحدة عسكرية وواحدة مدنية. هذا كل ما فتحه في مدحت باشا من تعليم. ثم سن قانون التعليم العثماني وفتحت مدارس كثيرة، ولكنها لم تكن مدارس بالمعنى المدارس. أولا لم يكن فيها مدرسون، أحيانا المدرسة من 6 صفوف فيها معلم واحد، وهي مدارس غالبا مدارس ابتدائية. هنالك مدرستان أو 3 إعدادية أو متوسط ثانوية كما نسميها، وغالبا الذين يدرسون فيها هم ضباط الجيش العثماني حينما لا يكون لديهم عمل معين يدرس كمتطوع. لم تكن مدارس بالمعنى المدارس، لكن كانت توجد مدارس فيها تعليم حديث دخلت إلى العراق منذ القرن الثامن عشر ثم القرن التاسع عشر. هي المدارس التبشيرية،
وصلنا إلى مدارس تبشيرية فيها الكثير من التعليم الحديث. الكراملة مثلا جاءوا، الآباء الكرمليون جاءوا إلى العراق في القرن الثامن عشر، منتصف القرن الثامن عشر. هم بدأوا في العراق قبل ذلك في بداية 1700 وبضع سنوات ذهبوا إلى بغداد، لم يصادفوا نجاحا، ثم ذهبوا إلى الموصل، فتحوا هنالك مطبعة ومدرسة. أيضا جاءوا بتعليم في المدارس في بغداد. بعد ذلك أيضا كان هنالك المدرسة اليهودية الألاينس، هذه مؤسسة الألاينس هي مؤسسة في باريس، ثم فتحت فروعا لها في دول كثيرة في العالم. كانت هذه أيضا مدرسة، ولكن هنالك أيضا مدارس للأقليات العراقية. المسيح كانت لديهم مدارس تدرس تعليما حديثا. أما الدولة العثمانية فكان تعليمها قليل. هذه المدارس كانت جيدة، كانت تركز على اللغات. الطالب المسكين في طفولته، يعني طلاب المدارس الابتدائية، يقرأ الفرنسية، يحاول أو يدرس الفرنسية والإنجليزية والعثمانية والعربية، وعلى الأقل لغة أو لغتين من اللغات المسيحية، باعتبار أنه إجباريا المدرسة هي تبشيرية فتدرس الفرنسية، الإنجليزية مطلوبة، ثم يجب أن يدرس اللغة العربية باعتبار هو في العراق، ثم يجب أن يدرس اللغة العثمانية باعتبارها الدولة الحاكمة، ثم هي مدرسة في النهاية مدرسة مسيحية يجب أن تدرس لغة أو لغتين من المدارس. 7 أو 8 لغات يدرس الطفل، ثم بعد ذلك إذا كان لديه وقت يدرس القراءة والكتابة وبعض الرياضيات. يعني شيء مذهل في هذا الجانب. لكن في نفس الوقت هذا التعليم أخرج للعراق شخصيات مثقفة جدا. كثير من هؤلاء الذين قادوا العراق فيما بعد تخرجوا من مدارس كهذه، خصوصا المسيح. بالمناسبة هذه المدارس لم تكن تدرس المسيح فقط، وإنما كانت تدرس المسلمين. أول مدارس درست البنات المسلمات هي المدارس المسيحية، ثم المدرسة اليهودية. فهذا أمر أيضا يستحق الذكر. حينما خرج العثمانيين كانت أيضا هنالك، قبل خروجهم كانت هنالك بعثة تبشيرية في البصرة. بعثة هي اللي كان يقودها أمريكي من مدينة نيوجيرسي اسمه جون فان أس. هذا الاسم مهم جدا، جون فان أس في تاريخ العراق الحديث. هذا كان مسؤول عن جميع الأعمال الخيرية لهذه الكنيسة، من عمان إلى البحرين إلى الكويت إلى البصرة. ومن ضمن أعماله هو فتح مستشفيات بسيطة جدا وفق ما موجود في ذلك الوقت، ومدارس. حينما جاء البريطانيون إلى العراق كان أمريكيا، وكانت له علاقات طيبة معهم، خصوصا مع جرترود بيل. فالبريطانيون أسسوا إدارة عراقية أسندوا فيها كل القطاعات لضباط أمريكان، قطاع الزراعة، العدل، الداخلية، الشرطة، الأمن إلى آخره، إلا التعليم كان جون فان أس الأمريكي هو وزير التعليم أو المسؤول عن التعليم في دولة الاحتلال البريطاني للعراق. كان اتفاقهم معه: سنعطيك أموالا، أنت الآن تدير مدرسة تبشيرية، تديرها كنيسة فقيرة تحتاج إلى الأموال، نعطيك أموال لتدير المستشفى والمدرسة، على أن تخرج لنا بعض المعلمين حتى نستطيع أن نفتح المدارس. لأنه حينما خرج العثمانيون انتهت المدارس، لم تبقى مدارس في العراق. ذهب العثمانيون بقوانينهم، بكتبهم، بأساتذتهم، وفرغ جون من المدارس. ففتحت أول مدرسة عراقية حديثة عدا المدارس التبشيرية، فتحها جون فان أس. حقيقة زوجته دورثي التي كانت تعمل معه فتحتها في البصرة في العام 1915. وبقيت المدارس تسير ببطء إلى أن أتى التدريس. فتحت بعض المدارس الأخرى، ربما في العشرينيات بدأ التعليم يتوسع في العراق. كانت هنالك بالنسبة للتعليم العالي كلية الحقوق التي افتتحها العثمانيين في العام 1908، واحدة من أقدم كليات الحقوق في الشرق الأوسط، هي في العراق. ثم أغلقت بعد خروج العثمانيين، وأيضا دخل البريطانيون فأعادوا افتتاحها بعد السيطرة على بغداد، وبدأت تعيد التدريس.
كثير من الذين أداروا العراق كانوا من خريجي هذه الكلية، كلية الحقوق. يعني سواء كانوا وزراء أو كانوا رؤساء وزارات أيضا. الجانب الآخر من الذين أداروا العراق كانوا خريجي الكلية الحربية العثمانية، لأنه كثير من الذين أداروا العراق في البداية القيادات العراقية كانوا ضباطا عثمانيين، ثم تحولوا ضد الدولة العثمانية، التحقوا بفيصل في ضمن الثورة العربية التي انطلقت من مكة إلى أن احتلت سوريا، وأسس فيصل دولة في أبريل من العام 1920، ثم هزم فيصل من قبل الفرنسيين وخرجوا. فهؤلاء كانوا يديرون إدارة أو حكومة فيصل في سوريا، كانت إدارتها عراقية، ضباط عراقيين. نتكلم عن أناس كنور السعيد، كياسين الهاشمي، كجميل المدفعي، هؤلاء الأسماء. بعد أن شكل البريطانيون حكومة العراق وأتي بفيصل ملكا، جاءوا معه أيضا ودخلوا إلى الإدارة، فكانوا هم الذين يديرون الدولة العراقية من الجانب العسكري والجانب السياسي. فإذا ننظر إلى جميع الذين كانوا هناك، كانت خلفيتهم الإعدادية، إعدادهم كقادة وكمثقفين وكإداريين، إما من مدرسة أو كلية الحقوق هذه التي كانت في بغداد في عهديها العثماني والبريطاني، أو في المدرسة الحربية العثمانية. ثم افتتحت فيما بعد مدارس أو كليات عراقية في العشرينيات، هذه خرجت الأجيال اللاحقة. هذا هو نوع القيادة التي اختيرت. لم يكن للبريطانيين ربما خيارا كبيرا في من سيختارون. الواقع العراقي كان واقعا أميا جاهلا، لم يكن فيه الكثير من التعليم. كان هؤلاء أمامهم فقط ضباط عثمانيون سابقون، وبعض خريجي مهنة الحقوق العثمانية، وهؤلاء كانوا بالموضوع الذي قلته بحسب تصنيف الدولة العثمانية للعراقيين، كانوا من السنة. لم يكن هنالك شيعة. الشيعة لم تعريف حتى اعتراف الدولة العثمانية بالمدارس الشيعية لم يكن موجودا، لذلك لم تعترف به الدولة العراقية. أيضا كانت هنالك مشكلة الجنسية. قانون الجنسية العراقي الذي صدر في العام 1924 أكمل في سنة 1925 اتبع نفس النظام. أعطى العراقيين من التبعية العثمانية جنسية عراقية أوتوماتيكيا، والعراقي التبعية الفارسية أصبح عليه أن يقدم إلى الدولة العراقية ليحصل على الجنسية، وإما أن تعطيه الدولة هذا أو لا، يقدم أيضا إثباتات بأنه هو وأبوه وأمه ولدوا في العراق، بينما الآخرون التبعية العثمانية شيعة وسنة لم يكن عليهم تقديم شيء من هذا. وكثير من العراقيين لم يكونوا أيضا بحكم الجنسية أيضا يستطيع أن يتقدم. حتى حينما أتت البعثات أحيانا اعترض لماذا يعطى فلان بعثة وهو ليس عراقيا، هو إيراني، بينما هو عراقي يعني، لكن لم تكن لديه الأوراق العراقية. فدخل البريطانيون في هذه المأزق القانوني، واختير هؤلاء ليكونوا هم إدارة الدولة العراقية. البريطانيون يحسب لهم أنهم بذلوا جهودا عظيمة في تدريب هؤلاء وفي صناعة رجال دولة منهم. أتكلم هنا رجال دولة لأنهم لم يختاروا نساء على الإطلاق. المرأة لم تدخل إلى السياسة العراقية إلا في خمسينيات القرن الماضي، فكانت هذه عملية القيادة كانت حكرا على الرجال مع الأسف. لذلك هذا هو الواقع. لكن فتحت بعض الفرص للنساء في العهد الملكي. فتحت كلية الملكة عالية مثلا، وخرجت طبيبات وخرجت مهندسات وخرجت يعني هذه واحدة من الكليات المهمة. دار المعلمين ودار كلية الملكة عالية طبعا للمعلمات، ثم فيما بعد دخلت النساء في الكليات التي هي كانت دار المعلمين العالية وغيرها. المهم أنه في النتيجة النساء دخلنا في الجوانب اجتماعية
ربما أكثرها برعاية نساء العائلة المالكة، كانت لهن أدوار قيادية في استقطاب نساء وإدخالهن في المجتمع. هذا الذي وجد. فلكن الحقيقة أنه الدولة البريطانية صنعت قيادة قادرة على أن تدير البلد، سواء كان من هؤلاء العثمانيين السابقين أو الذين صنعوا فيما بعد خلال فترة الانتداب بين 1920 إلى 1932 حينما أصبح العراق بلدا مستقلا. الموضوع الآخر المهم الذي أريد أن أذكره في مسألة إعداد القيادات هي أن الدولة الحديثة، دولة فيصل الملكية، ثم فيما بعد ابنه غازي، ثم الملك فيصل الثاني، صنعت قيادات عراقية من الأجيال اللاحقة من خلال البعثات. كان العراق يرسل إلى الولايات المتحدة، إلى أوروبا خصوصا بريطانيا وفرنسا، إلى بيروت كانت أيضا فيها الجامعة الأمريكية وكانت جامعة القاهرة، فكانوا يرسلون طلبة كثر لدراسة أنواع من العلوم العلمية في العلوم البحتة وفي الدراسات الاجتماعية وحتى في الفن. سأتكلم عن هذه الجزئية بعد ثانية. لكن هؤلاء هم الذين دخلوا وقادوا الدولة العراقية فيما بعد في ثلاثينيات وأربعينيات وخمسينيات القرن الماضي. أيضا يعني نحن لدينا مثلا أرسلت بعثات لدراسة الفن، الرسم، الفن التشكيل إلى إيطاليا وإلى فرنسا، كل رواد العراق. لذلك العراق الآن أقوى الدول العربية في الفن التشكيلي على الإطلاق، لأن المدرسة أسست بإرسال أناس مثل جواد سليم وحافظ الدروبي وفائق حسن وكل هؤلاء الأسماء الذين ذهبوا إلى إيطاليا وإلى فرنسا وإلى إنجلترا والولايات المتحدة ودرسوا على نفقة الدولة ليعودوا بدرجات شهادات عليا في الفن التشكيلي وفي فنون أخرى. هذه يعني الملكية أسست دولة حديثة بهذا المعنى، دولة حديثة في العلوم الاجتماعية وفي دولة علمانية تهتم بالذوق كما تهتم بالبناء. أما من الذين ذهبوا ودرسوا الهندسة ودرسوا علوما أخرى، مثلا من الشخصيات المهمة محمد فاضل الجمالي. مثلا محمد فاضل الجمالي جاء إلى هنا الولايات المتحدة، درس في نيويورك في كولومبيا، وكانت كولومبيا درس التعليم، حصل على شهادة الدكتوراه، وكانت كولومبيا الأولى عالميا في هذا العلم. وهو ومتى عقراوي المسيحي، وأيضا تلاحظ أنه لم تكن هنالك تفرق، متى عقراوي المسيحي، محمد فاضل الجمالي الشيعي، هنالك أيضا سنة ذهبوا إلى درسوا. كانت الدولة فتحت القيادات للجميع، وأصبحت يعني محمد فاضل الجمالي ومتى عقراوي كانوا من قادة العراق في الجانب التعليمي والثقافي. اشتغلوا في وزارة المعارف، ثم بعد ذلك عملوا منذ الثلاثينيات إلى الخمسينيات على تأسيس جامعة عراقية، وأسست الجامعة العراقية جامعة بغداد في العام 1956، فتحت في 58، وكان بعمل متى عقراوي ومحمد فاضل الجمالي. متى عقراوي أصبح رئيس الجامعة الأول، بينما محمد فاضل الجمالي أصبح رئيس وزراء العراق فيما بعد، وهو أيضا كان ممثل العراق في الأمم المتحدة وكان وزيرا، هو الذي وقع عن العراق في تأسيس الأمم المتحدة. هذا النوع من القيادات والكوادر التي أسست بفعل هذه البعثات في التعليم وفي الهندسة. مثلا من المهندسين كان ضياء جعفر، مهم جدا، مؤسس مجلس الإعمار، وهو أهم مؤسسة عراقية لإعمار البلد والتخطيط له. معظم الإنجازات العهد الملكي وإنجازات عهد ما بعد العهد الملكي التي ترونها من جسور ومؤسسات كبيرة ومشاريع ضخمة وسدود، هي كلها هذه كانت من بنات أفكار مجلس الإعمار الذي أسسه ضياء جعفر. أيضا ضياء ذهب إلى أوروبا ودرس وعاد بشهادة عليا.
هذا النوع من اذن لدينا كان رصانه في الاعداد في البدايه تحت السلطه البريطانيه. البريطانيون لم يرحموا هؤلاء الذين وضعوهم في المناصب، وضعوهم الى جانب كل مسؤول عراقي كان الى جانبه ضابط بريطاني يدربه، وكانت العمليه فيها الكثير من السلطويه، ولكنها سلطويه ادت الى انتاج قيادات قويه. مثلا كان كل وزير عراقي مستشار بريطاني في سير العمل اليومي يتعامل. إذا اتفقا كان جيد الأمر، إذا لم يتفقا يذهب الأمر إلى مجلس الوزراء، فإذا كان مجلس الوزراء قد أقر موقف المستشار البريطاني كانت الأمور تمام. إذا أقر موقف الوزير العراقي ورفض المستشار تذهب الأمور إلى سير بيرسي كوكس الذي هو كان أشبه ببرامر في ذلك الوقت. هو وبالنتيجة قرار بيرسي كوكس هو الذي يذهب. للتأكد حتى بقيت هذه الأمور منذ العام 1920 حتى العام 1932، وسلمت الوزارات للعراقيين بعد هذه السنوات من التدريب للوزراء. قسم منها سلم قبل الاستقلال العراقي، وقسم بقي إلى 1932 حتى قال البريطانيون أن هؤلاء يستطيعون أن يقودوا الدولة. فالأساس كان قويا، ثم التدريب فيما بعد ذلك كان قويا. أنشئت جامعات عراقية قوية، أو في البداية كليات ثم جامعات أصبحت. أنشئت أيضا هذه البعثات التي أرسلت للتعليم في داخل العراق. فيصل كملك العراق كان بنفسه يتطوع معلما في إحدى المدارس الابتدائية ليري الناس أهمية الاهتمام بالتعليم وغير ذلك. بهذا المعنى بنيت العهد الملكي. هذا العهد ترك للعهد الجمهوري في البداية خميرة ممتازة جدا، أنه حينما جاء يعني حينما نعزو هذا فتح في زمن عبد الكريم قاسم، وهذا فتح في زمن عبد السلام عارف، وهذا في زمن عبد الرحمن عارف، وهذا في زمن البكر. هذه كلها هم أتوا وتسلموا دولة قوية جدا مبنية على أصول صحيحة، فيها infrastructure، فيها بنية تحتية قوية جدا بشرية ومادية. لكنهم أيضا الذي لا يلاحظ هو أن هذه المرحلة بدأت تستهلك هذه الخميرة ولم تضف إليها شيئا. إذا أضافت إليها فهي أضافت إليها ما حاولت أن تصنعه لنفسها ولسياساتها. لذلك يعني بعد أن بدأ يتقاعد هؤلاء الذين صنعتهم المرحلة الملكية، أصبحوا يستبدلون بشخصيات أقل قدرة، إلى أن وصلنا إلى مرحلة الثمانينيات بدأت الدولة تتآكل. في التسعينيات الدولة انتهت بسببين: أولا لأنها لم تعد فيها مخرجات قوية ورصينة، كان التعليم داخل العراق والكليات تقريبا متعب إلى أبعد الحدود إن لم نقل أكثر، وأيضا لم يكن هنالك اتصال مع الخارج ولا بعثات. وحتى الباقين من العراقيين الذين لديهم قدرات تعليمية وعلمية وعقلية إلى آخره خرجوا ليدرسوا في اليمن وفي ليبيا وفي دول أخرى، وبعضهم خرج إلى العالم. أصبح لدينا ما سميناه برين درين، نوع من الاستنزاف الفكري من خلال خروج هذه الطاقات، وبقي العراق يسير في دوامة. يأتي المرحلة هذه الأخيرة التي أتت لأنهي وأختم ب لم أشأ أن أوضح كثيرا ما حدث في بعد 2003، لأن هذا هو التاريخ الذي عشتموه. الذي حصل بعد 2003 بنيت الدولة من جديد. أتى الأمريكان، التجربة الأمريكية لم تكن كالتجربة البريطانية. نعم أحيانا فعلوا الشيء نفسه، مثلا حينما أرادوا بناء الجيش ذهبوا إلى ضباط صدام حسين، لأن هؤلاء هم الضباط، لكن هل دربوهم وهل اختاروهم وهل أشرفوا عليهم كما أشرف البريطانيون على الضباط العراقيين؟ لا. ذهبوا ربما أعادوا الكثير من الذين كانوا يعملون في دولة صدام حسين.
كان هنالك اجتثاث، ولكن الاجتثاث لهؤلاء أصبح مسألة سياسية. ربما من يستحق أن يجتث بقي في الدولة، وكثير من الذين لا يستحقون الاجتثاث اجتثوا بسبب إما لأنه كانت درجاتهم البحثية عالية أو لأسباب معينة لم تكن لهم علاقات سياسية قوية، في حين دخل آخرون بصفقات سياسية بعلاقات شخصية، قسم منهم تسربوا إلى الأحزاب الحاكمة، وبذلك دخلوا بهذه الطريقة وبهذا النفس. لم تكن هنالك في بناء الدولة أمريكيا، لم تكن تلك الرصانة. الأمريكان تركوا بناء الدولة للعراقيين، ربما لسبب بسيط جدا، هو أن الذين دخلوا مع العراق مع الأمريكان دخلوا كعراقيين، إما تدربوا في الخارج أو كثير منهم كانت لديهم ربما وضع العراق كان مختلفا، لم يكن كوضع العراق في العشرينيات، ولكن في النتيجة كان هنالك تقصير في عملية بناء الدولة على أسس رصينة. وأصبحت القيادة في العراق هي قيادة منتقاة إما حزبيا أو طائفيا، لم تكن قيادة منتقاة على أساس الكفاءة، وبقيت كذلك إلى اليوم. يعني الأمريكان حاولوا إيجاد نوع من التمثيل للعراق، لكن هذا التمثيل قلب إلى موضوع محاصصة أكثر من كونه تمثيلا، بمعنى أنه الشرط كان أن تكون هنالك في الوزارات وفي المناصب أن نرى هذه التشكيلة العراقية، شيعة سنة مسيح أقليات أخرى إلى آخره، عرب كرد، موجود. لكن هذا التمثيل ترك إلى العراقيين لينتقوا كيف يكون هذا التمثيل. فلم يعد يكفي أن تكون كرديا مثلا لتحصل على وزارة، لا، يجب أن تكون كرديا من الحزب الفلاني أو الحزب الفلاني. أما أن تكون كرديا ولو كنت خريجا من جامعة هارفارد، ولو كانت لديك كل براءات الاختراع في الدنيا، إذا لم تكن لك علاقة مع زعيم هذه المؤسسة التي أسندت إليها هذه الوزارة، فلن تصل إلى باب هذه الوزارة. كذلك مع الشيعة وكذلك مع السنة. إذن التمثيل أصبح تمثيلا كاذبا، أصبح تمثيلا حزبيا وليس تمثيلا بالمعنى الحقيقي للتمثيل. أصبح عملية محاصصة بين أحزاب، لكن في النهاية أنه هذا الحزب أصبح ينظر إلى هذه الوظائف وإلى هذه المناصب القيادية على أنها حصص. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن أنا الحزب الفلاني X أو Y أو Z، لنأخذ أمثلة حتى لا يقال كذا، سواء كان حزب الدعوة مثلا من الشيعة، أو الحزب الإسلامي من السنة، أو الحزب الديمقراطي الكردي. وزعت الوزارات فاتفقوا حتى تشكل هذه الحكومة ونصوت لها، نحتاج إلى وزارتين إلى هذا الحزب، وزارتين إلى هذا الحزب، وزارتين إلى هذا الحزب. هذه الوزارات أعطيت إلى هذا الحزب، ينظر إليها الآتي: أولا لديه كوادر يجب أن يرضيهم حتى لا يخرجوا من الحزب أو يعارضوه وينشطر الحزب ويضعف. لديه أيضا نظرة إلى أنه هذه الوزارة هي وسيلة لتمويل الحزب، وهذه الوزارات هي يعني دجاج يبيض بيضا من الذهب كل يوم. والأمر الثالث هو أنه مسألة الولاء، أنه أنا في النهاية هي هذه وزارتي، هذه الملكية لهذه الوزارة. فأصبح الحزب ينظر إلى هذه الأمور، يسند هذه الوزارات إلى أعضاء هذا الحزب، سواء كانوا مثلا مؤهلين أو غير مؤهلين، لا يهم أنه هذه الوزارة تحصل عليها بهذه الطريقة. الأمر الآخر هو أنه لم تكن فقط الوزارات، أنا لا يهمني الوزارات في قيادة الدولة بقدر قيادة المفاصل المهمة في الدولة. وأختم هنا، المفاصل المهمة في الدولة هي مفاصل القيادات المتوسطة التي تدير الدولة فعلا. الوزير يوقع، لكن الذي يدير الدولة هو هذه ما يسمى لدينا اليوم بالدولة العميقة، المدراء والوكلاء الوزارات ورؤساء الأقسام وكل هؤلاء. هذه مناصب مهمة جدا تدر أرباحا على الأحزاب، في نفس الوقت هي تسير الدولة. المشكلة فيها ماذا الذي حدث في العراق؟ هو أنه حينما يحصل الحزب على مثلا وزارتين، ويحصل على وكالة وزارة، ويحصل على 3 أو 4 مدراء عامين، ماذا يفعل؟ يضع أفضل كوادره للوزارة فيصبح وزير، أفضل الكادر، ثم يأتي إلى الدرجة الثانية من الكادر
يجعله وكيل وزارة. الدرجة الثالثة من الكادر قدرة وكفاءة يصبح مديرا عاما. الدرجة الرابعة الذي لا يستحق ولا يمكن أن ينظر إليه كوزير أو كمدير أو كذا، يوضع في هذه الأمور التي هي تسير الدولة يوميا، بدل أن يأتي ويذهب إلى شخص بشهادة وكفاءة وقدرة يعني يأتي به، يكون هذه الوظائف الأهم تأتي إلى أقل درجة من الكفاءة والنزاهة وكل الأمور الأخرى، الصفات الشخصية والقيادية، لأنه هو لو كان فيه خير لجعله وزيرا أو وكيل وزير أو مديرا. لا، هو ليس من هذا النوع، هو كذا. أعطيت وزارات لسواق وللذين ربما ونعرف الطرق كيف. لماذا؟ لأنها ينظر إليها على أنها حصة للحزب. هذه يستعد أن يضع هذه يعني التي هي علبة للنظارات يجعل منها وزيرا، على أن يعطي الوزارة إلى شخص كفء وله قدرة إدارية من خارج الحزب، لأنه لا يمكن أن تعطى. هي غنيمة، والغنيمة أخذت بتعب وبسهر وبقوة وبمخاطرة وبكل شيء. كيف أعطيها إلى شخص آخر؟ هذا النوع من السلوك والتصرف تجاه أو بإزاء هذه المناصب وضع العراق في هذه الدوامة من انعدام الكفاءة ومن الفساد ومن انعدام القدرة على إدارة الدولة، لأن أهم مفاصل الدولة أديرت من قبل أقل الناس كفاءة. لننظر إلى واحدة من أهم المناصب في العراق. أنا في رأيي أنه موضوع أو منصب كانت وزارة ثم الآن أصبحت إدارة، المصالحة الوطنية. المصالحة هو أهم منصب في العراق فيما بعد 2003. وفي البداية كان وزارة ثم أصبح لا أعرف ماذا يسمى بهيئة المصالحة أو something like that. هذا أيضا كان منصبا وفيه ميزانية فيعطى إلى حزب. كما قلت الحزب يأتي ليضع كوادره الأولى في الوزارة، كوادره الأخرى في وكالات الوزارة، ثم يسألون هذه مسألة المصالحة أعطيت لنا، من سيكون لها؟ فلان، أعطوها لفلان. لم يحصل على هذا المنصب شخص واحد يستطيع أن يكون بوابا في هيئة المصالحة الوطنية، في حين أن هذا هو أهم ملف في العراق ويحتاج إلى أهم القدرات. يحتاج إلى الآن المصالحة الوطنية reconciliation، هذه علم أصبح يدرس في الجامعات وتمنح فيه شهادات عليا. هنالك دول بنت سمعتها على مسألة المصالحة الوطنية وإدارة المصالح الوطنية بشكل جدي. جنوب أفريقيا مثلا، رواندا، وإن كان فيها مشاكل لكن تحولت من دولة فيها حرب أهلية كادت تقضي على إبادة جماعية بين الهوتوز والتوتسيز، بينما الآن أفضل اقتصاد في أفريقيا هو اقتصاد رواندا مثلا خلال سنوات من التسعينيات إلى اليوم. هذا يعني دروس ممكن أن ينظر إليها في البلقان في دول أخرى يعني. أما العراق إلى اليوم فالمصالحة هي لا تعني أكثر من أن تعطى وزارة إضافية لسياسي فاسد لحزب ما، ويقولون ماذا يريدون؟ أعطيناهم وزارة. طيب هل ماذا مشكلة المصالح الوطنية؟ هي في مشكلة الناس. ما دام هنالك ناس غير راضين على حياتهم على نظامهم، لن تكون هنالك أو لن يكون هنالك عدد كاف من الوزارات يمكن أن يعطى، لأنه لدينا 40 مليون عراقي كلهم يظن أنه يستطيع أن يكون وزيرا ويستطيع أن يؤدي كوزير. فالإرضاء أن ما دام هنالك نوع من عدم الرضا على المستوى الشعبي، يجب أن تكون هنالك حكومة ب 40 مليون وزارة. لأتوقف هنا. شكرا كلش هواية دكتور. يعني أنا أعتقد أنه جلسة واحدة قليلة جدا وياك، فأعتقد أنه نحتاج أكثر من جلسة. بصراحة الكلام جدا مشوق
ويا حضرتك. أني أبدي بسؤال وبعدين ناخذ الأسئلة. ما نعم. شاء الله أسئلة هواية جاية. أنا أرى بعض الأسئلة هنا. نعم. نعم، فما أريد أخذ من حق البقية إنه عندهم أسئلة. سؤالي هو حضرتك تكلمت على الدولة الصفوية، الدولة العثمانية، ومدى تأثير القوى الخارجية على العراق. برأيك إنه مدى تأثير القوى الخارجية على العراق على تشكيل وتحريك القادة العراقيين من قبل يعني عبر التاريخ ولحد هسه؟ يعني حضرتك تكلمت على فشي كان كلش يعني it was very interesting إنه لكل وزير كان أكو مستشار بريطاني. هسه حاليا القادة هل هم فعلا قادة أو هم مستشارون أو هم لعبة بيد القوى الخارجية؟ أحسنتي، سؤال ممتاز جدا. القوى الخارجية كانت موجودة في العشرينيات حينما أسست الدولة، ولكن كانت هنالك نوع من الهيمنة البريطانية على تشكيل الدولة. مثلا استبعد جميع الضباط الذين كان يشك أن لديهم ولاء للعثمانيين. استبعد كثير من الذين كانوا بعضهم لم يكن فقط قد استبعد وإنما اعتقل ونفي. لم يعد إلى العراق إلا بعد 10 سنوات أو 15 سنة من تأسيس الدولة. كانت تأسيس الدولة العراقية الأول من قبل البريطانيين كان بلا رحمة. لم يراعوا ديمقراطية ولا حقوق إنسان ولا أي شيء. كانت عملية صارمة جدا. طبعا لا ندعو إلى ذلك، ولكن فقط هي وصف الواقع. كانت هنالك يعني حينما نقرأ ما يدور في أروقة السياسة العراقية في ذاك الوقت، كانت هنالك اتهامات لأناس بأنهم كانت لديهم ولاءات عثمانية، وناس لديهم ولاءات إيرانية، وناس لديهم ولاءات حتى بلشفية مع البلاشفة، كانوا الروس، لأنهم كانت دولتهم قد بدأت في العام 1917 بعد الثورة. أيضا كان هنالك نوع من الولاءات الأخرى أو حتى ربما أجندات شخصية. يعني مثلا طالب النقيب اعتقل ونفي لأنه كان يريد أن يكون ملكا على العراق، رفض أن يأتي فيصل ويصبح ملكا. فكانت الطريقة الوحيدة للتخلص منه هو أن يسجن، يعتقل وينفى حتى تستقر الأمور. ويأتي المشكلة فيما بعد أصبحت لدينا في العراق في التجربة الثانية، تجربة العام 2003، هي أن الأمريكان كما قلت لم يكونوا كالبريطانيين هاندز أون. يعني هم لم يكونوا الذين أداروا عملية بناء الدولة فيما يسمى بالمايكرو مانجمنت، إدارة التفاصيل. هم نظروا إلى الأمر من بعيد. أيضا الإدارة الأمريكية لم تكن على اطلاع على الوضع العراقي. معظم الذين أداروا الإدارة الأمريكية في العراق كانوا شبابا اختيروا لولائهم للرئيس بوش وليس لفهمهم. جرترود بيل قضت معظم حياتها في منطقة الشرق الأوسط، وتعرف العربية والفارسية، تعرف في العشائر العراقية أكثر من أبناء العشائر أنفسهم. طيب، وكانت تفهم الوضع العراقي. البريطانيون درسوا العراق ونخلوه قبل أن يأتوا عرفوا كل هؤلاء الأشخاص. فقط نقرأ رسائل جرترود بيل ونرى كيف كانت تحلل شخصيات العراقيين، في حين أن هؤلاء الذين عملوا مع العراقيين من الأمريكان في العام 2003 لم يكن يعرف قبل أن يأتي إلى العراق أين كان العراق على الخريطة. البريطانيون أعطوا العراق نظاما هو نسخة طبق الأصل من النظام البريطاني، فعرفوا كيف ينصحون العراقيين ويدربونهم على النظام. الأمريكان نظام جمهوري، صنعوا نظاما برلمانيا للعراق. الشاب الأمريكي الخريج الكلية الذي ذهب ليصبح إداريا في العراق لم يكن يفهم، يعني درسناهم هنا في أمريكا، لا يفهم النظام الأمريكي. كيف يستطيع أن يفهم النظام البرلماني الذي لم يمارسه ولم يسمع به ولم يدرسه ليؤسس نظاما برلمانيا للعراق؟ الاحتلال الأمريكي الوحيد في العالم هو الذي ترك خلفه نظاما يختلف عن نظام بلده. يعني نحن نرى
التجربة الاستعمارية الفرنسيون تركوا جمهوريات في سوريا وفي لبنان وفي كل البلدان حتى شمال أفريقيا. طيب ما عدا الملكيات الأساسية التي لم يحتلوها، لكن كل دولة احتلوها تركوا جمهورية وكتبوا لها دستورا جمهوريا هو نسخة من الدستور الفرنسي مع خلاف بسيط. بينما البريطانيين تركوا ملكيات في الأردن، تركوا ملكية في العراق، أينما ذهب البريطاني ترك ملكية خلفه، لأنه هو هذا يميز، يترك نظاما شبيها بالنظام الذي يفهمه. الأمريكان جمهورية تركوا خلفهم نظاما برلمانيا. لا يعني هذه إشكالات كبيرة جدا. أما الولاء لسؤالك الأساس هو أنه إحنا يعني الأمريكان تعاملوا مع المعارضة في الخارج، وهذا كان خطأهم الكبير. المعارضة في الخارج هي أصلا بنيت في دول مختلفة بولاءات مختلفة، بعضهم بني في إيران، بعضهم بني في السعودية، بعضهم بني في تركيا، بعضهم بني في سوريا، بعضهم بني في لندن، في إنجلترا، وبعضهم هنا وهناك في دول الخليج. هذه أتوا بولاءات التشكيل وبولاءات التمويل، لأنه حينما دخلوا لا توجد في العراق نظام يمول الأحزاب ويحتاجون إلى هذه الأموال الطائلة. معظمهم لم تكن لديهم أموال، فكانوا يحتاجون إلى المال ليكونوا في العملية السياسية، بمعنى أن الذي يدفع كانت لديه الخيوط. ولذلك هذه هي الإشكالية التي جعلت العراق يتعثر في تجربة 2003، بينما كان نظامه الأساسي أكثر رصانة، لأن البريطانيون حلوا كل هذه المشاكل منذ البداية في العام 1920. شكرا دكتور. هسه أخذ الأسئلة. فللي ويانا اليوم تقدرون تكتبون اسمكم لما تسألون السؤال، وإذا ما حبيتوا يعني اعتيادي تقدرون بصورة مجهولة تسألون أسئلتكم، ومع ذلك تقدرون تسألون الأسئلة بأي لغة تحبوها، كردي، عربي، إنجليزي، أقدر أترجمة للأستاذ دكتور عباس. فناخذ الأسئلة دكتور. اكو سؤال جاي لحضرتك من شخص مجهول، ده يقول: مع تأجيج المتواصل من قبل الإعلام والنخب السياسية للمظلومية الشيعية من جهة والسنية من جهة أخرى والكردية أيضا، كيف يمكن أن للقيادات الشابة أن تتجاهل هذا التأجيج وتضع تركيزها في بناء العراق الموحد الخالي من التخنق الطائفي أو القومي؟ سؤال ممتاز جدا. هذا هو بحقيقة ما يشغل فكر جميع العراقيين الذين ينظرون إلى الوضع العراقي. هنالك بوادر، خصوصا بعد ما حدث في المظاهرات الأخيرة، شاهدنا رفضا للجانب الطائفي والتفافا حول العلم العراقي وحول الجانب العراقي، رفض للطائفية. لكن هذا لا يكفي، يجب أن يكون هنالك وعي. مشكلة العراق هي في قلة الوعي من هذا الجانب. العاطفة تغلب على الوعي لأنه الوعي لم يعطى فرصة. في كتابي عن ثورة العشرين هنالك مدارس لتفسير التاريخ العراقي. مدرسة علي الوردي التي تتكلم عن التاريخ العراقي كصراع بين البداوة والحضارة. مدرسة فالح عبد الجبار رحمه الله أيضا الذي يتكلم يعني طبق النظريات الأوروبية للعلم الاجتماع على العراق في مسألة الصراع، وهو ماركسي أيضا في النظر إلى المسألة صراعا طبقيا. موضوع مثلا تاريخ العراق أيضا كصراع طبقي موجود عند حنا بطاطو الذي درس التركيبة العراقية. الموضوع مثلا عبد الجبار الدوري الذي كان ينظر إليه من جانب اقتصادي. في كتابي الذي حاولت فيه أن أنظر، الكتاب ليس عن ثورة العشرين بقدر ما هو عن تفسير لتاريخ العراق وحركة التاريخ العراقي. أنا نظرت إليه على أنه هو حصيلة لهذا الصراع الطائفي. العراقيون بدأوا يحاربون سنة وشيعة وكردا وعربا ويهودا ومسيحيين ومسلمين ضد البريطانيين كعدو مشترك. بمجرد أن تأسست الدولة، تأسست لدينا دولة فيها 7 وزراء سنة ورئيس وزراء سني ويهودي واحد ولا شيعي ولا كردي. طيب فهذا يعني مجرد ما ذهب العدو المشترك وبدأوا إلى الدولة نظروا إليها على أنها عملية استحواذ. وبعد ذلك بأشهر أضيف وزير واحد
شيعي، وبقيت الأمور هكذا. بعض الأكراد تسربوا إلى الحكومة العراقية، وكان هنالك حتى في فترة ما في الخمسينات كان رئيس وزراء كردي، ولكن لم تكن بهذه الصيغة. لم يكن هنالك رئيس وزراء شيعي حتى 1947، فترة بسيطة جدا. هذا النوع ناقد نظر إلى كتابي وكتب عنه مقالة الأستاذ فلاح رحيم، يقول أنه كتاب عباس كاظم فيه حبكة دفن الأخ. هذا التاريخ العراقي هو حبكة دفن الأخ. الذي كتبته هو أننا ماذا فعلنا في العراق؟ الأخ بدأ يدفن أخاه سياسيا، لأنه حينما تصبح الوزارة كلها لجهة معينة يدفن الآخر سياسيا. هذا الدفن السياسي ل100 سنة أو 80 سنة مهد الطريق إلى دفن حقيقي. أصبحت لدينا مقابر جماعية بعد 80 سنة، لأنه الدفن السياسي فسح المجال لهذا الدفن. لحد الآن هذا تفسير لما حدث. المشكلة هنا في كتابي، المشكلة هي أننا في العام 2003 حينما أتيحت لنا فرصة أن نقلب الصفحة وننهي هذه الحبكة، حبكة دفن الأخ، بدل أن يتوقف هذا الدفن غيرنا الأدوار. الأخ الدافن أصبح مدفونا، والأخ المدفون أصبح دافنا. من دون أن يفهم هذا الدافن، كما لم يفهم الدافن الأول، أنه يمهد بعد 80 سنة لأحفاده الذين سيدفنون. لن يبقى الحكم شيعيا إلى الأبد، ولن يبقى كرديا إلى الأبد، ولن يبقى سنيا إلى الأبد. هي أدوار. إذا دفنت اليوم أحدا أحفاده سيدفنون أحفادي، كما أحفاد أولئك قبل 80 عاما. الحل هو في إنهاء الدفن، وليس في الانتصار وتحول المدفون إلى دافن. لأننا كل ما هنالك أنه سنتذوق طعما لثمرة ربما تكون حلوة ولكنها مسمومة. الذي يحدث اليوم، الانتصار اليوم هو حلو للذين كانوا يشعرون بالمظلومية، ولكن فيه سم. كما كان الانتصار الأول قبل 80 عاما حلوا، ولكنه فيه سم. والسم لم يقتل المنتصر الأول، يقتل أحفاده اليوم كما قتل أولئك قبل 100. ما لم يفهم ويصل الوعي إلى هذه الدرجة سيبقى هذا السؤال يكرر، وللأسف من دون إجابة. دور الجيل الحديث هو أن يفهم هذه الجزئية. هل يريد حلاوة فيها سم، أم يريد حلاوة أقل لكن فيها نوع من الانتشاء الفكري، أن يشعر بأنه انتصر على المشكلة وليس على الآخر، على خصمه في المشكلة. نحتاج إلى نقل الوعي من الانتصار على الخصم في المشكلة للانتصار على المشكلة. هذا هو دور القادة الجدد. دور صعب جدا. صعب ولكنه ممكن. ممكن. نعم، لذلك القيادة ليست أمرا سهلا. الذي يبحث عن الأمور السهلة ليكن مهندس كمبيوتر وحياته ستكون جميلة، يجلس في غرفة لن يضايقه أحد وسيكون عاملا مهما جدا. شكرا لخبراء الكمبيوتر نستطيع أن نتكلم اليوم، ولكن القيادة عمل صعب وعمل وسخ، أحيانا فيه الكثير من المشاكل، ولكنه في النهاية فيه مبادئ معينة إذا نسفت لن يكون للقيادة قيمة. فرق بين التعامل مع وساخة الواقع والتعامل الوسخ مع الواقع. دور القائد الحقيقي هو أن يتعامل مع وساخة الواقع بقدرة القائد من دون أن يتعامل بوساخة. هذا هو الفرق. عندنا سؤال من أحمد يونس من البصرة، يقول: لم نرى أي انتخابات نزيهة في 100 عام ماضية، هل ستحقق الديمقراطية انتخابات نزيهة ضمن ممارسات ديمقراطية جديدة؟ وهل ستتمكن البيئة العراقية من ترسيخ الممارسة الديمقراطية الحديثة في النظام بعيداً عن المحاصصة والعناوين الفرعية كما مر في التاريخ سابقاً؟ ممكن جدا. التركيز على مشاكل النظام العراقي في الانتخابات وفي السير الديمقراطي. لنتفق منذ البداية أن العراق الآن ليس دولة ديمقراطية.
العراق دولة في طور التحول الديمقراطي، وهنالك فرق كبير. نحن ننتقل من نظام شمولي بأدوات شمولية. كل الذين يسهرون على الديمقراطية هم اليوم هم نتاج النظام الشمولي. فحتى نخلق أجيالا جديدة تؤمن بالديمقراطية وتكون جزءا منها وواعية بها، هذه مرحلة، ومرحلة خطيرة جدا حتى نتمكن من إيجاد ديمقراطية. لكن الأدوات موجودة. أمريكا تضرب كمثل بأنها الدولة الديمقراطية الأولى. أمريكا حتى ربما الستينيات القرن الماضي، يعني قبل 50 عاما، الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن فيها الكثير من الحقوق في العملية الديمقراطية الصحيحة. يعني حتى التصويت هذا ما متوفر للعراقي اليوم في التصويت لم يكن متوفر الأمريكي في ستينيات القرن الماضي قبل. طيب، أما بداياتها يعني ربع أو نصف الأمريكان لم يكن لديهم حتى القدرة على التصويت. المرأة الأمريكية لم تصوت حتى عشرينيات القرن الماضي. تستطيع أن يعني، ومع ذلك حتى بعد أن فعلت يعني أكثر من 200 عام من المسيرة، وصلنا إلى مراحل أن الأمريكان يخرجون في الشوارع يتقاتلون على نتائج الانتخابات. حدث ذلك في العام 2000 بين بوش والغور. اليوم نحن الآن هذه الانتخابات القادمة قد نتعرض فيها إلى هزة أرضية أمريكية لا يحمد عقباها، لأننا لا نعرف هل سيتم التصويت، هل سيتم بالبريد. مع وجود ترامب ومع وجود هذه الأمور الآن الحالية، نحن الآن نجلس على فوات بركان في أمريكا، وهي أمريكا. طيب، في كل انتخابات يعني في يعني كل انتخابات نجد هنالك ولايات كاملة تتعرض إلى عمليات فساد وغير ذلك. من القضايا الشهيرة الموتى الذين صوتوا في شيكاغو لكندي مشهورة جدا، المير ديلي وكثير. الفرق هو ماذا؟ الفرق هو رصانة النظام الأمريكي. حتى وأن حدثت هذه المشاكل هو مقتنع بأنه هذا النظام وهو في الدولة تستطيع أن تتغلب على هذه المشاكل، لأن لديها خزينا ديمقراطيا وسياسيا وخزينا من الوعي يستطيع أن يتغلب على هذه المشاكل. العراق لا يزال دولة فتية، أقل مشكلة صغيرة. لذلك نجد أن العراقيين يطلبون من العراق أكثر مما تطلبه السويد من السويد، لأنهم متعطشون إلى نظام أفضل، عاشوا نظاما صعبا جدا. أما هذه يعني اليوم لا يوجد عاقل مثلا، رغم كل الانتقادات التي ننتقد بها الوضع العراقي السياسي، لا يوجد عاقل يقول بأنه الوضع العراقي ليس أفضل من وضع ديكتاتورية قبل تلك الفترة. معظم يعني لننظر إلى كيف كان توزيع الوظائف، كيف كان العمل السياسي. كان مجرد حياة العراقي كانت لم تكن حقا، بل هي عطية ومكرمة من الدولة. نجد بين فترة وفترة، أنا عملت على وثائق حزب البعث، أكثر من 10 ملايين وثيقة موجودة في جامعة ستانفورد حينما كنت أدرس هناك. يعني مهول جدا هذا النوع من الاضطهاد للإنسان، من إلغاء لإنسانية الإنسان، ونراها فيما يظهر من تسجيلات وأفلام وغير ذلك. هذا كله هو في الجانب التقدم. لكن أحيانا لأن طموحنا كبيرا للبلد، لأننا نريد الأفضل، التركيز يكون على هذه المنغصات القليلة. ولكن نعم، العراق أمامه فرصة كبيرة جدا، لديه طاقات بشرية. شيء مهم جدا للعراق، هذا يهمكم كقادة شباب، ربما لا يتوفر في كثير من البلدان في الغرب. العراق بلد 40% منه تحت سن 14، 50% من العراقيين تحت سن 19، أقل منكم عمرا. نصف العراقيين هم بأيديكم، أنتم القادة الذين تقودون هؤلاء. هذا أمر مهم جدا. هذه فرصة يمكن أن يغير العراق بفترة وجيزة جدا، من خلال تعليم صحيح، من خلال نشر للوعي، من خلال رسالة صحيحة لهذه الأجيال، لأنها لا تزال ممكن تشكيلها. العراق يختلف، يعني صعب جدا إعادة تشكيل أمثالي، نحن ديناصورات، ولكن هنالك
معظم العراقيين 70% من العراقيين تحت سن ال 25. يعني هذا او تحت 60% تحت سن ال 25. هذا يعني امر يدعو الى التفاؤل. كذلك يدعو الى العمل، لانه هذه الامور لا تسير ببساطه. اقرأوا كثيرا عن تجارب، وانا متاكد انتم قرأتم ايضا كثيرا عن تجارب الدول التي مرت بتحولات ديمقراطيه. التحول الى الديمقراطيه ليس عمليه سهله وليس عمليه مضمونه. كثير من الدول اعطت تضحيات اكثر من التي اعطاها العراقيون، ثم عادت الى ما هو أسوأ من وضعها حينما بدأ. مجرد المسيره لا تعني الوصول، المسيره مع السهر تعني الوصول، ولكن التفاؤل موجود والوضع افضل اليوم مما كان عليه. دكتور الأسئلة كلش هواية، أعتقد اليوم راح نبقى لحد الصبح وياك. أنا معكم ما دمتم موجودين، وأيضا سأحاول أن أختصر في الإجابات حتى نصل إلى أسئلة أخرى. الله يخليك دكتور. أكو مجموعة they raise their hand، فيعني عندنا الأخت ورود، أحب إنه هي تسأل سؤالها مباشرة. والله ما بقت ورود، لما جبنا اسمها راحت. يلا. فراح ناخذ السؤال. ما هو مستوى تقييمك للقيادة العراقية في الوقت الحاضر؟ وما هو دور الولايات المتحدة في بناء القيادة الآتية للعراق؟ هذا السؤال إجانا من علي زياد. القيادة العراقية الحالية لا يستطيع أحد أن يعطي حكما عاما شاملا يشمل الجميع. لدينا قيادات ممتازة في بعض أماكن، في بعض مفاصل الدولة، وأيضا في مفاصل المجتمع. القيادة ننظر إليها نحن، أنا يهمني ربما القيادة في المجتمع أهم من القيادة في الدولة، لأن من هنا يبدأ التغيير. ولكن أيضا هنالك قيادات مؤثرة سيئة للأسف. فإذا لا يمكن أن يعطى حكم واحد للجميع. الجانب يعني المهم في العراق هو ليس غياب القادة، ولكن وضع القادة في مواضعهم الصحيحة. هنالك قادة ولكن للأسف هم خارج المساحة المؤثرة، في حين أنه مواقع التأثير أعطيت إلى أناس ليسوا بقادة. هذه مشكلة في العراق، يجب أن يكون ربما الدعوة إلى التغيير والدعوة إلى الحل هي من هذا الجانب، وضع الإنسان في موضعه الحقيقي. الأمر الآخر في مسألة دور الولايات المتحدة أو الدول الأخرى كثيرا. العراق دولة يجب أن تطلب وترحب بالمساعدة من أي كان، ولكن عملية صنع القادة يجب أن تكون عملية عراقية. لأنه لا أقول بأنها يعني بسبب أنه الخارج سيصنع قيادات تابعة أو عميلة. أنا لا أنظر إلى هذه الأمور من هذا الجانب ولا من جانب المؤامرة، ولكن لأنه الأجنبي كائنا من كان من أي دولة أخرى غير العراق تنظر إلى العراق وتقدر حاجات العراق كما تراها هي. لكن من الأفضل أن يكون العراقي أن يصنع قادته وفقا لما يحتاجه هو، ولكن يستطيع أن يستعين بالخبرة الخارجية في صنع القادة. هذه هي الإشكالية. أنا أتذكر في حديث لي مع السفير الأمريكي مثلا، قلت له كم من الأموال أنفقتم على تدريب يعني ناشطين اجتماعيين وهذا وذاك، أين هي الآن هذه الأموال؟ يعني ربما كان يمكن أن تمنهج بشكل أفضل بصناعة قيادات بشكل آخر، ربما قد تكون أكثر تأثيرا للعراق في اليوم الحالي. يعني هذه مشكلة. هنالك أيضا في الحكومة العراقية لا تصنع قيادات للدولة بقدر ما تصنع قيادات للأحزاب. فكل حزب يصنع قيادات مبرمجة يضع فيها السوفت وير، برنامج الحزب هذا، ولذلك نحن نصنع قيادات غالبا ما تكون قيادات التي تصنعها اليوم الدولة العراقية هي قيادات تصنع لتكريس الحالة الحالية، تكريس الفئوية والطائفية وكذا. لذلك أنا يعني لا يعني سعيد جدا أن أتكلم مع
هذه المجموعة، لأني أعرف بأن هذا البرنامج بني بصورة صحيحة أن يصنع قيادات بعيدة عن الفئوية والطائفية والحزبية وإلى آخره. هذا ما نريد هذا أن يتكرر. لذلك أنا يعني تكلمت مع الأخي العزيز أستاذ عدنان في موضوع أن كيف يبنى هذا الموضوع كموديل لكل العراق أن تصنع. لذلك صناعة الدولة العراقية هي صناعة حزبية بيد الأحزاب من أجل الأحزاب، والصناعة الخارجية لا توجد دولة تصنع قادة لدولة أخرى، ولكن يمكن لدولة أن تتبادل خبرات، أن تتبادل معلومات، أن تدعم ماليا، أن تدعم لوجستيا. الدولة العراقية في صناعة قيادات للدولة العراقية للمجتمع العراقي. هذه هي الطريقة المطلوبة والتي يجب أن تحدث. ما لم نفعل ذلك فإننا سنسير لفترة طويلة في هذه الفئوية. أعتقد يجب أن نتجاوزها. إجانا سؤال بالكردي من الأخت فرميس كراحيم. سؤالها لحضرتك عن تركيزها هي على موضوع الخطوات القادة الشباب اللي لازم يتخذوها في الوقت الحالي على مود يعني لتأسيس دولة صحية وناضجة. فبرأيك ما هي الخطوات اللي لازم نتبعها؟ يعني في البداية أنا أعتقد الشباب أول مرة بناء أنفسهم كقيادات، هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن لا ينظر إليها. الآن يتكرر في العراق مصطلح يسمى الإزاحة الجيلية، أنه جيل يزيح جيلا آخر. هذا سيصنع نوعا من الصراع بين الأجيال. وأيضا هؤلاء الجيل القديم هو جيل قوي ولديه إمكانات ولديه سيجعل ربما سيعادي الشباب، لأنه سينظر إليهم على أنهم تهديد له. الصحيح هو دخول الشباب في القيادات من خلال فرض كفاءاتهم بعد أن يبني الشاب أو الشابة نفسه أو نفسها لأن يكون قائدا ويدخل بصبر. ينظر القيادي أشبه يعني في المجتمع وفي السياسة أشبه بالقيادي في الجيش. لا يمكن لشخص أن يأتي من خارج المنظومة ويصبح جنرالا. يمكن أن يكون جنرالا في النهاية حينما يصل إلى العمل سيموت كثير من الجنود. لا يمكن للجنرال أن يكون جنرالا صحيح كفؤا أو قادرا ما لم يكن قد قاد فصيلا من 10 جنود أو 11 جنديا، ثم قاد سرية من 90 جنديا، ثم قاد كتيبة من 300، ثم قاد لواء من 3000، ثم قاد فرقة من 10,000، ثم يصبح جنرالا. لأنه إذا لم يفهم كيف يقاد الفصيل لا يمكن أن يستطيع أن يعطي أمرا يجعل 1000 فصيل يعملون مع بعض. هذه هي أبسط الأمور. يجب أن يخدم في كل هذه المفاصل ليفهم ما تحته. مشكلة قادة العراق اليوم هو لا يفهم كيف تسير الدائرة في شكلها اليومي، وينظم قوانين وتعليمات لإدارة هذه الدائرة، وهو لا يعرف كيف تسير المعاملة من الصادرة من الواردة إلى أن تخرج من الصادرة. هذه مشكلة. لذلك أيضا الشاب يجب أن لا يحرق المراحل. يجب أن يدخل بهذه الطريقة. تغلغل الشباب ليس من خلال الإزاحة ولكن من خلال الإحلال والاستبدال، أنه كما حدث في الدولة العراقية في السابق. يعني الجيل الذي أتى بعد الجيل الأول دخل بعد أن شكل نفسه ودخل شخصا بعد شخص هكذا على مدى بعيد. أولا يكتسب خبرة من القديم على الأقل. يعني نعم هم فاسدون نقول عليهم، كثير منهم لديهم مشاكل، كثير منهم، ولكن لديهم خبرة عملية في إدارة الدولة. إزاحتهم تماما والبدء من جديد بدم الشباب وباندفاع الشباب قد يخلق مشاكل أكثر مما يحل. لذلك أنا يعني أدعو إلى أن يبني الشاب والشابة نفسه، ثم بعد ذلك يدخل بصبر وبأنات ويدخل من أسفل السلم إلى الأعلى. حين يكون في الأعلى
يكون فعلا قد وفر للعراق قيادة يمكن أن تقوده للمستقبل، وأيضا يستطيع أن يخلق من يأتي بعده بالصورة الصحيحة. أما هذه الإزاحة بطريقة الأكتاف هذه مشكلة كما يعني كما يحدث اليوم سيحدث. لا نريد أناس من دون خبرة أن يحلوا بأناس من دون خبرة. هذه خبرة القيادة خبرة طويلة جدا لا تتعلم. في يعني تعابير أحيانا ربما أفضل ما يقال لا يمكن أن يتعلم الإنسان أن يكون قائدا. القيادة بالممارسة. نعم يستطيع أن يتعلم الأسس والمبادئ ويقرأ، لكن الممارسة هي التي تجعل من القائد قائدا، لأنه القرارات هي عملية ممارسة. لابد من الخطأ والصح. لا يمكن أن تأتي بشخص يتعلم كيف يصنع قرارا وهو رئيس الدولة أو وزير، ليتعلم كيف يصنع القرار ويخطئ في منصب خطأه يكون ضرره أقل. فحينما يصعد إلى المنصب الأعلى هو أصبح أفضل في صناعة القرار، ثم أعلى ثم أعلى، فيكون نوع من التناسب بين الصعود إلى الأفضل قياديا وقدراتيا في نفس الوقت. شكرا دكتور. عندنا أسئلة كلش هواية، فالأسئلة اللي متكررة وقتكم أنتم، أنا موجود هنا ما عندي مشكلة. شكرا كلش هواية. فالأسئلة المتكررة ما راح أسألها مرة ثانية. عندنا سؤال: هل تعتقد أن الأمريكان قد تقصدوا خلق دولة مشوهة في العراق ما بعد 2003 من خلال تعمدهم في اتخاذ قرارات خاطئة؟ وأحد من أهم تلك القرارات هو قرار حل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وحتى الآن من خلال السماح بتدخل دول الجوار وخلق ميليشيات موازية للدولة. لا أعتقد أن الأمريكان تقصدوا، هم أخطأوا بدون شك، لكن لم يتقصدوا. أنا تعاملت مع الأمريكان هنا منذ 2003، وكنت أحيانا مقربا جدا من مصادر القرار كمستشار في أمور كثيرة من خارج المنظومة. أنا لم أعمل للحكومة الأمريكية في الجانب السياسي. لمست من الجميع محاولة أن تكون العملية صحيحة وأن تنجح، لكن القرارات خاطئة لأسباب. منها أولا كما قلت أن الأمريكان لم يكونوا على اطلاع على الوضع العراقي، لم يفهموا العراق على الإطلاق. أيضا كانت اعتمادهم على العراقيين بصورة مبكرة، بحيث أن العراقيين أصبحوا يعني دخلوا وتسلموا زمام الأمور قبل الأوان، ومعظمهم لم تكن لديه، كلهم في الحقيقة لم تكن لديه أي خبرة في القيادة السياسية سوى قيادات الأحزاب، وهي ليست قيادات كانت معارضة في الخارج. بينما البريطانيون كما قلت أعطوا أنفسهم يعني 12 سنة لصناعة حكومة سلموا لها زمام الأمور. البريطانيين كانوا أكثر صبرا وأكثر أناة وأكثر إصرارا على بناء الصحيح من الأمريكان. الأمريكان سلموا العراقيين بعد أشهر، يعني العراقيون تسلموا وبدأوا يصنعون القرارات لأنفسهم في جولاي 2004، يعني أقل من شوي سنة و3 شهور. لم تكن حتى الموضوع حل الجيش وحل القوات الأمنية موضوع إشكالي كبير. حل الدولة كلها كان موضوعا صعبا جدا. هم في الحقيقة لم يحلوها، الجيش هو اختفى أصلا، ولكنهم وقعوا على الحل. الجيش حل بدخول الأمريكان، ذهبوا إلى البيت. لكن أعتقد أنه الخطأ كان هو أنه جعل هذا الحل رسميا بتوقيع أمريكي، أعطى فرصة لأولئك الذين هربوا وذهبوا إلى بيوتهم أن يدعوا مظلومية بأنهم طردوا. لم يطرد أحد أي شخص، هم اختفوا. أنا أتذكر في وقتها يعني كنت قد قلت أنه يجب أن لا يحل الجيش العراقي ولا جميع الدولة. في الشهر الخامس 2003 كنت في واشنطن، أنا حينها كنت أسكن في كاليفورنيا. قلت لمجموعة من الذين يتكلمون عن ماذا يجب أن يحدث في العراق، قلت العراق مر أكثر من أي دولة في المنطقة بتغييرات سياسية وانقلابات. انقلاب في 36، أول انقلاب في تاريخ الشرق الأوسط كان في العراق، 36 37 41
58 63 67 66 ايضا كان، عفوا 68 79 الى اخره. في كل هذه الانقلابات الاولى كانت هنالك شيء مشترك اسمه البيان رقم 1. البيان رقم 1 يقول ان الدوله فاسده، الحكومه فاسده، غيرناها، نحن ابناؤكم في الجيش العراقي، ليست لدينا مشكله مع اي احد، ولن نعتقل احدا الى اخره. وبالمناسبه اي شخص يخرج من بيته بعد الساعه 6 سنرميه بالرصاص. ثاني يوم الجميع يعود الى اعماله وتسير الامور ويتغير الموضوع. لم يطرد احد. الذي لديه مشكله والذي يمكن ان يستحق ان يعاقب هو لن يذهب الى عمله في اليوم الثاني، لان يعرف بانه كان قد قتل شخصا او قد ظلم شخصا، فهو يجتث نفسه. اما ان تجتث 500,000 شخص، ان تجتث وزاره الاعلام بما في ذلك الحارس الذي يحرس مرسله او مستقبله في الصحراء، والمهندس الكمبيوتر ومهندس الكهرباء، لانه كان جزءا من البروباغندا الصداميه. يعني هذا ليس في هذا منطق ولا عقل. يعني هذه هي الاشكاليه كبيره. التطبيق كان خطا، ولكن لا اظن انه كان بقصد سيء. نعم دكتور. عندنا سؤال من قتيبة. كانت أهم أسباب سقوط المرحلة الملكية هو عدم إشراك القيادات الشبابية المتعلمة في هيكلية الدولة، وظلت المناصب السياسية حكراً على طبقة ماذا أشوف هذا أوليغاركية. على أوكي. طبقة أوليغاركية معينة. هو نعم. كتبها أوليغارشية صحيح، يعني ولو كتابة صحيحة. نعم. ولو قاربنا ذلك المشهد مع احتجاجات أكتوبر الماضية والتي أفرزت قيادات شابة، هل تعتقدون أن عدم انخراطهم في المشهد السياسي سيدق جرس الإنذار عند الطبقة السياسية الحالية التي تحتكر المشهد تقريباً؟ يعني السؤال ربما قد أحياناً يعني يجب أن نتفق على السؤال قبل أن نتفق على الجواب. أنا أعتقد أن المرحلة الملكية لم تبعد الشباب. الكثير من الذين قادوا الدولة العراقية قادوها بدأوا شبابا صنعتهم المرحلة الملكية. نعم، حينما يصلون إلى المناصب العليا كانوا يصلون بأعمار متقدمة، وهذا هو الطريقة الصحيحة التي كنت أتكلم عنها قبل. لم يذهب أحد ليصبح وزيرا وهو في العشرينات من عمره. لذلك يعني كانت، ولكن الطبقة الشبابية كانت أعدت بصورة صحيحة، أرسلت إلى بعثات وعادت بشهادات عليا ودخلت في إدارات مهمة في الدولة. الذي قضى على الطبقة على الملكية هو ليس حقيقة إبعاد الشباب، ولكن الملكية لم تدر أمورها بصورة صحيحة في تعاملها مع الجيش. الجيش العراقي تحت الملكية بقي جيشا من طائفة واحدة، من طبقة واحدة، من عدة مدن وليس كل الطائفة حتى. وهذا التكوين المصلحي الطبقي للجيش العراقي أدى إلى انقضاضه على الملكية. وهذا موضوع أنا كتبت فيه. أعتقد أنه تركيبة الجيش العراقي بنقائها الديموغرافي كتبت الفصل الأخير في حياة الملكية. أيضا الملكية لم تتعامل مع الجيش بالصورة الصحيحة، خصوصا الذي جعل هذا النوع من الانتقام في يوم 14 تموز 58 من العائلة المالكة وسحل العائلة المالكة، هو أن العائلة المالكة قد انتقمت من ضباط الجيش في العام 1941 42، يعني الذين نفذوا انقلاب رشيد علي الجيلاني حينما أعيدوا من إيران وحوكموا، وهم ذهبوا إلى إيران. بالمناسبة إيران يعني ليست مسألة طائفية، هم كلهم كانوا من الضباط السنة وثاروا على حكومة سنية. إيران لم تكن بمعنى أنها لها علاقة. هم حين هربوا إلى إيران وأعيدوا بعد ذلك، حوكموا وأعدموا وصلبوا على جدران وزارة الدفاع. فهذا النوع من الانتقام من الدولة الملكية، من الحكومة الملكية،
خصوصا الأمير عبد الإله. الملك كان في وقتها صغيرا جدا بالعمر، لم يكن ملكا، كان والوصي هو الذي يدير الدولة. حينما صلب 4 عقداء على جدران وزارة الدفاع لأيام، تولدت في داخل كل الضباط العراقيين رغبة في الانتقام من العائلة المالكة، ولذلك حينما عادوا وانتقم وأطاحوا بالدولة تعاملوا بنفس الأسلوب الانتقامي، في حين أننا لم نرى ذلك في الانقلابات الأخرى. المصريون أرسلوا الملك باحتفال وسمحوا له بأخذ الكثير من ممتلكاته وودع في الميناء بطريقة ملكية، في حين أن الملك والعائلة المالكة مع الأسف في العراق سحلت وقتلت بطريقة بشعة جدا. الدولة الملكية أو الملكية العراقية لم تكن يعني ربما كانت أفضل مما اختلاها، ولكن كانت فيها أخطاء قاتلة. لكن أنا أعتقد أنه نعم المرحلة الحالية هي مهمة جدا، يجب أن يشرك الشباب، يجب أن يعطى للشباب مجال لأن يدخل في مفاصل الدولة، ولكن كما قلت يدخل بطريقة متأنية، بطريقة نظرتها إلى المستقبل وليس إلى الحالي. يعني يجب أن يكون الشاب القائد لا ينظر إلى أنه أريد أن أكون وزيرا أو أريد أن أكون رئيس وزراء، لا، أريد أن أكون ضمن هذه الدولة، أساهم في بناء هذه الدولة، وأن يكون لي مستقبل كوزير في هذه الدولة حينما أكون مؤهلا لأن أكون وزيرا، وأن يكون لي مستقبل لأن أكون رئيس وزراء بعد أن أكون مؤهلا لذلك. هذا هو المطلوب. الآن الشباب مبعدون تماما حتى لا يعطون هذه الفرصة لأن يدخل ليؤهل نفسه ليكون مؤهلا في المستقبل. هذا ممنوع وهذا خطأ. يجب أن يعطوا هذه الفرصة إذا أردنا أن نصنع عراقا له مستقبل أفضل. دكتور، عندنا سؤال آخر من قتيبة، يقول كانت جودة التعليم والنشاطات الطلابية أحد الأسباب في تنمية صفات القيادة عند الطلاب وجعلتهم يتفاعلون مع القضايا السياسية آنذاك. هل تعتقدون أن ما نشهده من ضعف في مخرجات التعليم الأولي والجامعي في الوقت الحاضر سيؤثر على إنتاج قيادات فاعلة سياسياً؟ نعم، التعليم هو عصب الحياة في أي مجتمع. التعليم هو الفرق بين الدولة واللا دولة، الفرق بين المجتمع واللا مجتمع. أيضا ليس فقط التعليم كعملية إجرائية، ولكن فلسفة التعليم أهم من التعليم. هنالك دول فيها تعليم، حتى العراق في وقت ما كان التعليم العراقي ليس واسع النطاق كما هو فيما بعد، ولكنه أنتج نوعية أفضل. فالاهتمام بالنوعية، نحن الآن ننظر إلى التعليم من جانبين. أن يكون التعليم عاما للجميع، هذا حق من حقوق الإنسان للمجتمع، ولكن حق الدولة وحق المجتمع أن يكون في التعليم نوعية. نحن لا نحتاج إلى جميع العراقيين أن يكونوا عباقرة في ليدرسوا في الجامعات. العبقري هو سيفرز نفسه، ولكن يجب أن تتاح لأي شخص الفرصة لأن يصل، فرصة متكافئة لأن يصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه بعد أن يؤدي ما عليه من الجهد. فإذا يجب أن يكون هنالك، أولا يجب أن يعطى التعليم اهتماما، ترصد له الأموال، وأيضا يجب أن يتولى خبراء حقيقيون إعادة صياغة التعليم. إذا أردنا أن نعرف الفرق بين أهمية التعليم في دولة تهتم به ودولة لا تهتم به، في الستينيات حينما أنشئت سنغافورة، معظم خبراء الاقتصاد والسياسة قالوا أن هذه الدولة لن تستمر. سنغافورة في الحقيقة رميت هكذا، يعني لم تستقل حتى ولم تنفصل، هي فصلت، يعني كما لديك شيء لا تريد ترميه في الشارع. هكذا كان ينظر إليها على أنها لا أمل منها ولا رجاء فيها، ولكنها بعد فترة بسيطة جدا تحولت إلى واحدة من أهم الاقتصادات في العالم، وواحدة من أهم الدول في العالم. الذي حولها ليس النفط، وليس لا توجد فيها أي مدينة صغيرة ليست فيها أي موارد. تحولت بعاملين اثنين فقط: الاهتمام بالتعليم للمجتمع،
تعليم عالي بمستوى جدا بفلسفة صحيحة وقوانين نظمت البلد ووفرت له كل ما يحتاج إليه ليصبح بلدا جالبا للاستثمار، بلدا ناجحا، بلدا مشجعا للإنتاج والعمل. الإصلاح القانوني والإصلاح العلمي هو ما جعل من سنغافورة سنغافورة. لماذا أذكر هذا؟ لأنه العراق كما قلت قبل قليل، العراق نصف العراقيين هم في مرحلة الطلاب في الجامعات وفي المدارس. لو التفتنا إلى نوعية التعليم وفلسفة التعليم ووضعناها بصورة صحيحة الآن، نصف المجتمع سيكون مجتمعا على طريقة، لا أقول سنغافورة، ولكن على الأقل مجتمع يستطيع أن ينقل العراق مئات الأميال إلى الأمام. شكرا دكتور. راح أخذ السؤال الأخير لأنه كلش تعبناك. لا بالعكس، أنا معاكم، تفضلوا. شكرا جزيلا، أنتم في الله الخيار لكم. شكرا والله كلش تعبناك. فراح أخذ السؤال، يمكن أخذ سؤالين إذا هيك شوية طماعة. راح أخذ سؤال من هند. ناخذ سؤالين أخيرين، فراح أبدي ويا هند. سؤالها: ما هي برأيكم الخطوة للولايات المتحدة الأمريكية في العراق والمنطقة، وما رؤيتكم لما سوف يؤول إليه الأمر في العراق في ظل حكومة السيد الكاظمي والأزمات المتعددة الحالية وتأثيرها على مستقبل الأجيال القادمة؟ يعني نتمنى، الآن ما فهمت الأول ما هو الخطوة، ما معنى ذلك الجزء الأول من السؤال؟ الدور الأمريكي قصدها أنه الدور الأمريكي مع الكابينة الجديدة للسيد الكاظمي والأزمات المتعددة الحالية وما يعاقب الوضع وكورونا والوضع الحالي اللي نمر به بالعراق. الوضع العراقي الآن صعب جدا، يعني هذا ليس سرا. يعني أولا نحن نتمنى للسيد مصطفى الكاظمي النجاح. كثير من أو عدد من أعضاء الكابينة الحكومي هم أصدقاء شخصيون لي، وأتمنى لهم النجاح أيضا. لكن الواقع يقول أنها مهمة صعبة جدا. العراق الآن يواجه معظم الإشكالات والملفات الخطيرة التي يواجهها العراق هي ملفات عالمية ليست ملفات عراقية. يعني كورونا هو ملف عالمي. دول كثيرة راسخة وليست لديها مشاكل كمشاكل العراق جثت على ركبتيها، إذا نستطيع أن نقول ذلك، بسبب هذا الوباء. نحن الآن، أنا في أمريكا، لا نستطيع أن نذهب إلى مكاتبنا. يعني هذا أمر صعب جدا. في تاريخ الولايات المتحدة أكثر من 100 سنة لم تمر علينا بهذا النوع من عدد البطالة أو نسبة البطالة الموجودة الآن، نقترب من 20%. يعني منذ الكساد الكبير الذي حدث قبل الحرب العالمية الثانية لم يكن في أمريكا هذا النوع. فهذه مشكلة كبيرة جدا. كورونا هي أزمة صحية، وهي أزمة أيضا اقتصادية، وهي أزمة اجتماعية. طيب، ستغير شكل العالم حتى حينما يذهب الفيروس وتعود الحياة، ستعود حياة أخرى. طيب، لأنها غيرت. اليوم نحن نختلف، هذه جلستنا هذه تختلف عما لو كان قبل 3 أشهر. الموضوع الآخر هو موضوع يعني الدولة العراقية. يعني أنا بالاشتراك مع الدكتور علي علاوي وزير المالية الحالي والدكتور لؤي الخطيب الذي كان وزيرا للكهرباء في الحكومة السابقة، في العام 2017 كتبنا شيء سميناه المانيفستو، موجود على الانترنت يستطيع أن يقرأه أحد. الخطة الوحيدة المكتوبة حتى الآن للعراق ل10 سنوات كيف يمكن أن يخرج. كان توقع أن تكون هذه تبدأ في عام 2018 وتنتهي عام 2028. لو حدثت في ذلك الوقت بحلول العام 2028 سيكون لدى العراق نوع من التوجه الواضح اقتصاديا. حددنا 21 تحديا للعراق في الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية والعلاقات السياسية والثقافة والأمور المجتمعية والدينية والتعددية وكل هذه الأمور، المصالحة وغيرها. 21 تحديا، وكل واحد أعطينا مجموعة من الطرق. إضافة هذا كان ما نشرناه هو الإكزيكتيف سمري، وأيضا أكثر من 1000 صفحة تكلمنا مع أكثر من 500 عراقي في الداخل والخارج العراقي من الخبراء في كل التخصصات.
هذا ما يجب أن يحدث للعراق. يجب أن يكون هنالك نوع من خطة عملية للخروج بالعراق. أهم ما فيها هو الخروج من الدولة الريعية. هذه الدولة التي تبيع النفط وتعيش عليه. كل الاقتصاد العراقي السياسي نظريته هي بسيطة جدا: نستخرج النفط نبيعه وندعو الله أن لا تنخفض الأسعار. هذا كل النظرية الاقتصادية العراقية الكلية والجزئية. هذا لعب. هذا ليست سياسة وليست قيادة وليست إدارة دولة. لأن المشكلة في هذا أولا هنالك مشكلتان. المشكلة الأولى هي أن الدولة الريعية التي تعتمد على سلع كالنفط لا تستطيع أن تسيطر لا على حاضرها ولا على مستقبلها. وكتبناه في 2017 حين كان النفط ب$60. قلنا أنه لا يستطيع الإنسان أن يضمن استمرار الإنتاج بهذا المستوى ولا استمرار الأسعار. الإنتاج إذا سد هرمز انتهى، يعني ليس بيد العراق. حتى درون صغيرة جدا أخرجت 5 ملايين برميل يوميا من الإنتاج السعودي. فما نستطيع أن نضمن أنه إحنا سنصدر 4 ملايين برميل يوميا في أي وقت. أوبك جاءت قالت خفضوا إنتاجكم. المسألة الأخرى هي الأسعار. يعني تحولنا من $120 للبرميل إلى قبل أيام كان البرميل ناقص $20. يعني تدفع النفط وتدفع أموالا اللي يأخذوه منك. طيب هذه إشكالية. الإشكالية الأخرى في الدولة الريعية الأهم من الإشكالية الأولى هي أنها تقتل نظام الحياة الإنسانية، أنه الجميع يصبح عيالا على الدولة. يعني الدولة لديها إمكانية لتوظيف عدد من الناس. بلد 40 مليون يجب أن يوظفوا خارج الدولة. كم ستوظف الدولة من هؤلاء؟ الذي يتوظف في الدولة يتوظف بصورة غير منتجة. نحن نحتاج إلى من ينتج. هذه مشكلة في إدارة الدولة. إذن الدولة الريعية يجب أن تنتهي لنصبح دولة منتجة. نبتعد. هنالك دول كثيرة. النرويج مثلا لديها نفط الآن لا ينفقون درهما منه، يضعون الأموال كلها في صندوق، طيب، ويعيشون كدولة غير نفطية. طيب هذا مهم جدا إذا أردنا أن نخرج العراق من هذا المأزق. الدولة الريعية هي دولة ديكتاتورية وأن تبنت النظام الديمقراطي، لأنها تأخذ الأموال هذه وترشي بها المجتمع وتوفر ولاءات للقائد ولكذا، ويصبح نفس العمل. يجب أن يتحول ولاء الناس من الولاء إلى الدولة التي تعطيهم وظائف، أو إلى السياسي الذي يعطيهم وظائف، إلى الولاء إلى البلد الذي يعيشون فيه بكرامتهم بأعمالهم التي هي بعيدة عن الدولة. ولاء الإنسان يجب أن يكون للشركة التي يعمل فيها، للقطاع الذي يعمل فيه، للأرض التي يزرعها، لكل هذه الأمور، وليس للسياسي الذي بيده رزقه وظفه أو لم يوظفه. هذه مسألة مهمة أيضا. هذا هو الجانب. لذلك مسألة الدولة الريعية مشكلة كبيرة. وأيضا المشكلة الأخرى هي أن العراق بلد محطم. يعني العراق بلد الآن يحتاج. الجانب الآخر هو أنه النفط يعطينا في أفضل الأحوال. حينما كان النفط ب$60 للبرميل كان يعطينا $80 مليار في السنة. في المانيفستو قلنا أن العراق حتى يستطيع أن يدير دولته ويعيش الشعب العراقي بكرامة ويستطيع أن يبني البنية التحتية المطلوبة ويعمر ما هدمته الحرب ويؤسس إلى اقتصاد قوي، أيضا يحتاج إلى أموال حتى يصنع اقتصاد. نحتاج إلى $500 مليار سنويا. يعني من أين سنأتي بال420 مليار أخرى حتى نستطيع؟ لذلك المانيفستو كان يقول لو اتبعنا هذه الخطوات سنصل إلى $500 مليار سنويا. أنا أطلت في هذا لأنه مهم جدا حتى يفهم القائد المستقبلي ما هو المشكلة. القيادة هي هذه، أن نفهم إلى البوتنشل. كيف نستطيع الآن نحن حتى وإن بقي النفط على $60 للبرميل لن نستطيع أن ندفع الرواتب ونبني ما حطمته الحرب ونصنع اقتصادا قويا في قطاعات أخرى. هولندا التي هي 10 مساحة العراق تستخرج $100 مليار سنويا من الزراعة.
لا نريد أن نقول للعراق أن يكون هولندا، لا، لنحصل على 20 مليار آخر من الزراعة كافي، أفضل من عدمها، إلى أن نصل في المستقبل إلى 100 مليار. هنالك قطاعات أخرى كثيرة تستطيع أن ترفد الميزانية العراقية، المواصلات والمصرفية والخدمات، والإنسان العراقي هذا 40 مليون عراقيا يستطيعون. أنا الآن حينما يعطل كمبيوتري أتصل برقم يجيبني شخص من الهند أو من الفلبين، لما لا يكون عراقيا هذا الذي يجيب وتدفع الشركات الموجودة هنا لهؤلاء ليقدموا هذه الخدمات أموال تأتي بدلا من أن ينتظر وظيفة. هذا كله يستطيع العراق أن يفعله إذا تحول من الدولة الريعية إلى الدولة المنتجة بكل بساطة. لذلك أعتقد أنه القادة القادمون يجب أن يبتعدوا عن هذه المسألة وينظروا إلى عملية ما يمكن أن تكون بعمل بسيط جدا أن يضاعف الإمكانيات التي لديهم. الكرد الآن يتقاتلون مع بغداد على هل سيحصلون من الميزانية على 12% أو 17%. في يوم ما مع أحد الأخوة الساسة الكرد قلت له والله أنتم لا تفكرون على الإطلاق. قال كيف؟ انظر أنت الآن تقاتلون بسبب هذا القتال العراق معطل ومحطم ولا يستطيع أن يصل إلى ما يستطيع أن ينتجه. لو تعاونتم وأصبحت خزينة العراق تأتي ب 500 مليار، ال 12% من 500 مليار هي 60 مليار دولار. أنتم الآن تقاتلون وتحرمون العراق أنتم وبغداد من هذه الإمكانية لكي تحصلوا على 4 مليارات إضافية. هل تريد 17 مليار دولار أم تريد 64 مليار دولار في السنة؟ اذهب واحسبها. التفكير خارج الصندوق هو هذا. لا نتقاتل على 17% أو 12%، ولكن 17% من ماذا؟ 17% من 100 مليار أم من 500 مليار؟ هذا هو التفكير للقادة الجدد بدل القادة القدماء الذين يفكرون بالطريقة الكلاسيكية، مع احترامي لهم. سؤالك الأخير. سؤالي الأخير دكتور، حبيت أنه سؤالي يكون الأخير لأنه هو سؤال عن المستقبل. فسؤال الأخ إبراهيم ثامر: ما هي نظرتك المستقبلية لدولة العراق؟ وهل هناك تقسيم إلى دويلات باعتقادك؟ دولة العراق المستقبلية، العراق دولة مر عليها يعني ما هو أقسى مما يمر اليوم، والعراق استمر. هنالك دول كثيرة محيت من الخارطة بعد أن تعرضت إلى إشكالات أقل بكثير مما تعرض لها العراق. هنالك قياس للدول ما يسمى بالريزيلينس، القدرة على البقاء. العراق واحد من أكثر الدول كريزيلينت ستيت، أنه لديه هذه القدرة على التحمل، ليس لأن العراقيين يريدون أن يبقوا، ولكن لأن هنالك مقومات البقاء في بلد كالعراق. التقسيم هو ليس حلا أو رغبة، هو بقدر ما هو يعني اختيارا على الطاولة يبدو أكثر لمعانا من اختيارات أخرى. لكن في النهاية يعني حتى إذا أردنا أن نتكلم في التقسيم، أين سيكون التقسيم وكيف سيكون التقسيم؟ يعني أين هو الخط؟ يعني من هو العبقري الآن الذي يستطيع أن يرسم خطا على الخارطة العراقية ويقول هذا الخط سيرضي الجميع؟ هنا سيكون الكرد وهنا سيكون هناك مليون كردي خارج أي شيء يسمى كردستان اليوم. هنالك ماذا سنفعل بهم؟ هل سنضعهم في حافلات ونرسلهم إلى كردستان؟ ماذا عن العرب وغير العرب الموجودون في المنطقة التي ستكون كردستان المستقبل؟ ماذا سنفعل لهم؟ أيضا إجرائيا ودستوريا كيف سيكون ذلك؟ إلى الآن الكرد هم الحقيقة، يعني هذا واحدة من الأسرار التي لا يتكلم فيها أحد. هم دائما يتكلمون الحكومة العراقية وبغداد لم تفعل المادة 141. في الحقيقة الكرد هم أكثر الناس الذين لا يريدون الآن تفعيل المادة 141، لأنه إذا فعلوها ستكون لديهم خيارات قد تسقط كبار قادتهم. الآن لو فعلنا 140 تدعو إلى
إلى انتخابات أو استفتاء. كيف سيكون الاستفتاء؟ على صعيد المحافظة سيخسر الكرد، سيحصلون على كركوك وسيخسرون كل المناطق المتنازع عليها في نينوى وديالى وغيرها. هل ستكون على صعيد القضاء؟ سيحصلون على بعض الأقضية ويخسرون كركوك. هل ستكون على المناطق المتنازعة فقط؟ سيحصلون على المناطق المتنازعة وسيخسرون مناطق كثيرة أخرى هم يريدونها. من يستطيع أن يوقع على أي طريقة من هذه الطرق؟ حزورة لن يستطيع أن يحلها، لا كاك مسعود ولا غيره. طيب، فلذلك هم يعني جميل جدا أن يجلس ويلوم بغداد، ولكن هو يعرف جيدا بأنه لا يستطيع أن يفعل ذلك، بغض النظر عن أنه إذا اليوم مع الرواتب التي تصل من بغداد ومع الميزانية ومع كذا لا يستطيعون أن يدفعون. يعني كثير من أصدقائي الكرد موظفون في هناك، آخر راتب تسلموه أعتقد كان راتب جانيوري أو فبراير أو something. صعبة جدا. الجانب الخارج العراق الموضوع ليس فقط عراقيا. طيب ماذا سنفعل لتركيا؟ ماذا سنفعل؟ هل تستطيع كردستان أن تعيش مثلا كدولة لاندلوكت ليس لها منفذ؟ من سيكون؟ أين سيكون منفذها؟ من العراق الذي خرجت منه؟ العراق يقول أنتم لا تريدوننا. من تركيا؟ كيف ستعامل تركيا الكرد؟ من إيران؟ من سوريا؟ هل سيطير الكردي دائما؟ كيف سيذهب؟ انظروا إلى قطر اليوم. قطر حينما حوصرت بين السعودية والبحرين والإمارات، الآن روح القطريين بيد إيران. هنالك مشاكل كثيرة. الحل ليس يعني في النهاية علينا جميعا أن نحترم مشاعر الكرد الذي يريد وطنا، لكن أيضا في نفس الوقت يجب أن لا ننظر إلى أن الكردي هذا ونسميه انفصاليا أو كذا أو كذا. هل عملنا ما يكفي لنجعل الكردي يفضل البقاء مع العراق على أن يكون له وطن، بمعنى أنه يجلس يحسبها يرى أنه فعلا هو أفضل له مع العراق على أن يكون؟ كل الحلول السابقة كانت حلولا كارثية. يعني أذكر في الجامعة كنا في السبعينيات أعطوا الفرصة للكرد أن يدرسوا بلغاتهم. الجميع قال كيف صدام يعطي الكرد هذه المسألة وهي ثقافية وغيرها. رأيناها نحن في جيلنا، لأن في السبعينيات هم جيلي أنا ذهبوا إلى المدارس درسوا بالكردية لم يتعلموا العربية. صديقي كامران كان في الجامعة درس معنا 2 سنين ورسب في مادة الثقافة القومية التي هي مادة لا علاقة لها بالتخصص ولا أي شيء، لكن تحتاج إلى لغة عربية. والكثير من الكرد رسبوا في الجامعات وذهبوا من غير شهادات. في النهاية كان يريد أن يقول لهم لا، يعني خياراتكم خيارات خاطئة، ولكنها كانت خطة شيطانية من الدولة. يجب أن الدولة أن تنظر، الدولة والشعب أن يقبل أن نعيد صياغة العقل العربي والعقل الكردي في التعامل، وكذلك السني والشيعي والتركماني والمسيحي. التوحد ليس فقط يعني هذه مسألة الهوية والمواطنة، هو عقد اجتماعي، العقد فيه أكثر من طرف، جميع الأطراف يجب أن تأخذ حقوقها ويجب أن تؤدي التزاماتها. إذا أحس أحد من المتعاقدين بأنه قد ظلم أو قد خدع في هذا العقد الاجتماعي، لن يستطيع أن يكون هذا العقد فاعلا ومؤسسا لشراكة صحيحة. هذا هو العمل، هذا هو دور الجهات الشابة الجديدة، أن تبتعد عن الفئوية، أن تخلق. لماذا يقف الكردي ويشجع المنتخب العراقي ولكنه لا يستطيع أن يتعامل مع حكومته؟ لماذا لأن هوار وصل إلى مرحلة هو ويونس في نفس الموقع يستطيعون أن يتعامل معهم المدرب بنفس التعامل، كلاهما نجم. نريد أيضا أن يكون الكردي والعربي والتركماني والمسيحي أن يتعامل معه في موقعه في العمل وفي وأيضا أن يعطي كما يعطي هوار ويونس كل ما لديهم في الملعب، أن هذا أيضا يعطي. هذا النوع من التعامل. لكن انفصال العراق أولا غير ممكن، أو تقسيم العراق غير ممكن جيوبوليتيكيا، غير ممكن حتى على المدى القريب. يمكن أن يعوض دواعي الانفصال هذه، سواء كانت دواعي هوية،
دواعي قومية، دواعي أخرى، يمكن أن تعوض بطرق يستطيع الإنسان أن يرى بأنه قد اجتمع مع الآخرين في منتصف الطريق من دون أن يخسر، وإلا في النتيجة أنه سيكون يعني قد اختار خيارا أعطاه. هاي مرة ثانية نرجع إلى قضية الثمرة الحلوة المسمومة. طيب، هذا دور القيادات، وأيضا دور الناس، دور الوعي. إذا وصلنا إلى هذه المرحلة نصل إلى أننا حتى لن نفكر في تقسيم العراق ولن يهمنا. لكن في النهاية أعتقد بأنه نحن لدينا مقومات كثيرة، لدينا إمكانيات كثيرة، علينا أن نستغلها، ولدينا أيضا فرصة ولكن الكثير من العمل. يجب أن نعيد فلسفة كل شيء في العراق. التغيير يجب أن لا يكون تغييرا للوجوه ولكن تغييرا للمبادئ. إذا غيرنا المبادئ التي نسير عليها، الوجوه ليست مشكلة. بناء مؤسسات، بناء فكر، بناء فلسفة جديدة للبلد، هذا التعامل، أن نجلس نحن الآن في هذه المجموعة ونستطيع أن نتفاهم ونتكلم بكل صدق وبكل نوع من الشفافية، ننظر إلى المشكلات وننظر إلى الحلول. إذا وصلت إلى جميع مستويات الدولة، أعتقد بأن الانفصال سيكون مسألة سخيفة جدا. لماذا ينفصل اليوم؟ إلا إذا كانت وصلنا إلى مرحلة طريق مسدود تماما، وهذا للجميع. هنالك بالمناسبة حتى كثير من الشيعة الآن يقول لننفصل ليصبح لدينا دولة، ونحن عندنا النفط وعندنا الكذا وعندنا كذا. لماذا نطعم الأنبار وصلاح الدين وكذا وكذا، وابن صلاح الدين أيضا؟ لماذا أنا أجعل الشيعي يتحكم بي وكذا وأنا عندي هذا الوطن العربي كله معي وكلنا في النتيجة ما على الورق يختلف ما على الواقع. هنالك يعني حياة البلدان وحياة الدول وحياة الشعوب أكبر وأعمق من فكرة أو أعمق من مجرد أمل أو رغبة أو نزوة حتى. لأننا كما قلت يعني حينما نصل إلى المسألة أشبه بالذي يريد أن يخرج من بيت أهله، يقال له خلص هذا خذ ما تريد واذهب. في اللحظة التي حصل على الفكرة لديه يظن أنه ما خسره أكثر بكثير مما أخذ في يده. طيب هذا أنا الذي كنت أريده. yours. دكتور شكرا كلش هواية، يعني أعتقد أنه جلسة واحدة معك مو كفاية بصراحة. يعني نتمنى أنه نقدر يكون عندنا محاضرات بعد أكثر مع حضرتك وجلسات نقاشية أكثر، لأنه أكو هواية يعني شغلات لازم نتعلمها من حضرتك أني وزملائي وزميلاتي. كلماتك الأخيرة وملاحظاتك الختامية، ونشكرك جزيلا. كلش هواية أنه تعبناك، الوقت ما حسينا بيه وياك بصراحة. شكرا جزيلا أستاذ هنار. أيضا أتمنى لك التوفيق، كنت مقدمة رائعة جدا، وأتمنى أيضا أنه نستمر نعمل مع بعض جميع الموجودين. أنا أتابع هذا البرنامج منذ زمن طويل، يعني أشكر أيضا جميع الذين عملوا فيه، أيضا الأخ عدنان، الأستاذ الدكتور النسيبة أيضا كان لها دور في هذه الفترة السابقة، أيضا جون دي بلازيو والآخرون. الجامعة الأمريكية في السليمانية ممتازة جدا فيها، أيضا كانت كريستين فاندرتون في فترة ما. الصديق والأخ الدكتور برهم صالح الذي هو ربما العقل المفكر وراء كل ما يحدث في السليمانية من مشاريع ثقافية، أيضا له دور كبير. والأهم ما في البرنامج هم القادة. نتمنى للجميع التوفيق، وأيضا أن ينظروا إلى العراق لا بعيون آبائهم ولا بعيون إخوانهم الكبار ولا بعيوني أنا أيضا، لأنه أنا من الجيل القديم، أن ينظروا بعيونهم وبعيون المستقبل. لا تفكروا في العراق الذي ورثتموه، بل بالعراق الذي تريدون أن تصنعوه. إذا فكرتوا بهذه الطريقة سيكون هنالك عراق قد لا أكون ممن يراه، قد لا تكونون أنتم أيضا ممن يراه، ولكن ستكونون ممن سيضع الأسس له.
هذا هو الفكر. نتمنى لكم جميعا التوفيق. شكرا على وقتكم، شكرا على الاستضافة، كان شرفا كبيرا لي. شكرا جزيلا دكتور. نيابة عن زملائي وزميلاتي القادة نشكرك كلش هواية، تعبناك ويانا، وشكر جزيل لكونراد أدينيور ودي تي انستيتيوت والجامعة الأمريكية بالسليمانية لدعمهم المستمر لنا للجميع. نشكرك مرة ثانية دكتور، وإحنا يمنا نقول تصبح على خير، يمك بعد الوقت ظهر أعتقد. تصبحون على ألف خير. الآن إحنا عندنا الساعة 4 عصرا، فبين البين لا هو، لكن جميعا إن شاء الله نصبح ونمسي على خير جميعا. الله يخليك. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. شكرا.